انت مش فاكر يا عمر؟ مش فاكر ليه؟ مش فاكر ليه؟ مساء الفل. بودكاست المتزوجون الجزء الثاني واول حلقة معايا حبيب قلبي منيري وسلمى. عاملين ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله تمام اخبارك والله. ايه؟ انا عايز اقول معلومة بس، اللي منيري احسن واحد شفته بيلعب بدل في حياتي بصراحة. ده حقيقي. وما بيخسرش خالص. ولا عايز اقول معلومه ان انتيكا اوحش واحد شفته بيلعب بدل في حياتي. ده حقيقة. ده لا باظ حقيقة. باظ باظ. هو الراجل اللي هناك ده اوحش. ادم. شفت الشهادة من منيري. لا لا والله بيتحسن. يلا جامد. طيب انا عارف ان انتوا صحاب من زمان جدا، صح؟ صح. فانا عايز اعرف انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي او الموضوع جه ازاي. فعلى هادي كده ابتدوا بقى، قولوا لي، احكوا لي. ابتدي انت وانا هخش لا على احكي طول. لهم انت دي. احنا اول ما تعرفنا على بعض انا كان يعني قرايبي كانوا اصحاب عمر. اوكي. ف... فانا كنت لسه جايه من اسكندريه، كان عندي شغل هنا. حلو. فاول يوم قابلت عمر كانت صدفه بحته، يعني كنا قدام الجيم فهو كان بيسلم على قرايبي وكده وانا معرفوش. امم. بس فسلم عليا ومش عارفه ايه بتاع وعادي خالص، وطلعت استنيت قريبتي يعني لغايه لما تخلص. حلو. وبعدين عمر كان طالع الجيم تاني عايز يجيب بروتين بار. اه. ف فساعتها لقاني قاعده لوحدي فوق وبتاع، فقال لي قاعده لوحدك اليوم، ممكن اقعد معاكي؟ ايه قلت له ده؟ لا 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 مش كده مش جامد كده، والله، لا لا مش جريء. كده، لا 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 هي حلوة يعني. لا مش كده، لا طب هي هي عشان قريبتها زميله. اه. فقلت قريبتها اقعد معاها لغايه لما قريبتها ايوه ايوه يعني تخلص. قعدت معاها. اه يعني كده يعني. ما انت قعدت معايا قعدت صح. ايوه. بس مش من انت نيتي بتنكر حاجه. ليه؟ لا انا يعني اللي قصدي هو اللي انا يعني شخصيتي، انا عمري ما اعمل كده في حياتي، لا والله. بتكسف. يعني ممكن لو ما فيش غير الكوس ده عمري ما هقعد، فاهم قصدي؟ فهي على فكره شخصيات يعني. هي شخصيه عمر برضو، يعني هو عمر شخص بيتكسف جدا. امم. فبس هي كانت حاجه، يعني انا دلوقتي اقول اني مش ده عمر اللي ممكن يعمل كده. اه اوكي. كانت حاجه unexpected يعني. اي بس نايس. فقعدنا مع بعض واتكلمنا كتير قوي، كانت مثلا ساعة. اوف. لغاية لما قرايبي خلصوا التمرين بتاعهم وكده. حلو قوي. وقال لي بقى هعمل لك دايت وكده. اه كان جيماوي اصلا. انا ايوه. بداية معرفتي بمنيرة قبل ما نعرف بعض يعني، كان بيدي اونلاين تريننج وبي تي ايوه. وحاجات. كان بيطلع كده بيعمل اعلانات على التيك توك، توبلس كده، عايزين ايوه. تعملوا مش عارف ايه ومش عارف ايه، صح. انا فاكر. انا فاكر ايوه. لا بسم الله ما شاء الله، كان عامل فورمه نار يعني. ايوه كانت حلوة اه قوي. ايه اللي كان دي. ستيل يعني يعني دلوقتي جامد. اوكي. بس فساعتها بقى قال لي هاتي بقى رقمك عشان اعمل لك دايت وهبعتهولك ومش عارفه ايه، وانا طبعا صدقت يعني، وبجد بجد ما كانش في بالي اي حاجه خالص خالص اوكي يعني. انت كان في بالك حاجه بصراحه؟ لا مش عادي يعني. عادي يا صاحبي، انتوا متجوزين، انت ما شقطتهاش يعني. لا لا كان يعني نص نص 50% 50%. امم. يعني ممكن نقول اللي انت حابب شخصيه لذيذه شخصية وبنت تمام، فليه لا يعني. بالظبط. حلو قوي. بس بقى من هنا قعد نتكلم واتساب وكده. وبدأ بقى يتابع معاك الدايت فعلا ولا؟ خالص، هو انا لغايه دلوقتي ما عنديش دايت من عمر اصلا انا مش خالص. عايز تعمل دايت. هي مش عايزه. انا مش عايز تعمل دايت. اه اوكي، انت عاجبك كده يعني. طب كانت داخله يعني عشان كان تكلمني. ايوه. هو كل واحد ليه طريقه، انا برضو اللي هو ايه، عايز اصورك، ايه ايوه رايك، مش عارف ايه، عندنا فكره كده، فاهمه؟ عايزه اقولك ان هو اول مره ننزل بقى مع بعض، ما تيجي معايا الجيم ومش عارفه ايه، قلت له لا لا مش مش شخصيتي. عايزه. اه. بعدين قال لي طب تحبي السوشي؟ فقلت له طب ممكن اعزمك على السوشي ايه مش ده عارفه. بجد؟ فده على فكره هو كان اول سؤال سالوني بقى، انت تحب السوشي؟ مش عمر هتستني بيعشق. ليه؟ استنى انا ليه السوشي؟ لا هو اساسا. شكله هو اللي بيحب السوشي. بيعشق السوشي، بجد بيعشق السوشي، يعني اه. اكتر حاجه مفضله بالنسبه له هي اصل السوشي. احنا لما اتقابلنا بدأنا نتمرن، اول تمرينه خلصنا أنا كنت عامل دايت، هو كانش لسه بدأ. امم. يلا سوشي. قلت اه. له عمر مش بحب السوشي. يلا بس يلا هنجيب 100 بيس ونكسر الدنيا. لا. ايوه لا عمر بيحب السوشي قوي. حلو.
بس فمن هنا بقى بدأنا نتكلم بقى. عمر كان بيكلمني كتير قوي، اوكي. وده مش العادي بتاع عمر خالص. قليل الكلام دلوقتي يعني؟ هو طبيعته قليل الكلام، شخص قليل الكلام، مش بيتكلم مش كتير. لا مش بصي انا بيتكلم. لاحظت ده. انا في يعني انا بدخل في الكونفرزيشن عشان يعني اتعاملت مع عمر الفتره دي ايوه. كتير. انا لاحظت له هو ما بيتكلمش كتير، بس لو في حاجه كومن هو بيعملها او يعرفها بيتكلم. امم. غير كده ما لا قشطه. ايوه. فده ايوه دي حقيقة فعلا. بيخلي الناس اصلا تاخد عنه انطباع اللي هو ايه ده انت متنك ليه. فاهمه مع قصدي؟ انه اكتر شخصية مش كده. خالص بصراحه بجد. يعني على المستوى حبيبي الشخصي انت اخويا. خالص والله لا العظيم. فعلا فعلا، امم. يعني مش بقول كده عشان حاجة والله، بس هو فعلا اكتر شخصية مش تنكة خالص، ولا امم. مغرور ولا الكلام ده. ده حقيقة. بس اوكي. بقى فبدأنا بقى نتكلم. الكلام ده كان في سبتمبر. نوفمبر كان عيد ميلادي، ده كان اول ده 2000 وكام؟ اوفيشال. ده من كام سنة؟ 2020. آم، 2019. من 6 سنين، من 5 سنين. احنا قبل من 2019. 5 سنين انت اه. مش فاكر يا عمر؟ مش فاكر ليه؟ مش فاكر ليه؟ عادي عادي، المهم الراجل عنده لا حاجات لا كتير لا في لا دماغه. لا انت اللي مش فاكره انت 2019. لا امال ايه؟ 2020 في الشتاء. انا كنت لسه بادي سوشيال ميديا. اوكي. حتى دخلت وانا بتكلم معاها قلت لها انا منيري، انت بتعرفنيش ولا ايه؟ اوه. كان عندي دايم. كان عندي 7000 فولور. بجد. ايوه. ما هو الناس اللي بيبقوا تحت خالص دول فاكرين ايه نظرية بيقول لي المؤامرة عليها. ما تعرفنيش ولا إيه؟ قلت له لا ما اعرفكش. بس فكانت بعديها في 2020 فانت اللي اه بتعرفنيش. 2020. اوكي. على فكره انا اول حاجه قلت لك كانت 2020. اه. بس ففي نوفمبر 2020 بقى ده كان اول ديت لينا بقى مع بعض. كان في عيد ميلادي بقى، فعمل لي يعني ديت كده وجاب لي هديه وبتاع وكده، وساعتها قال كانت ايه لي الهدايا؟ ممكن اعرف ايه الهدايا؟ هي دي السلسله دي. اوكي نايس، مم. لسه لابساها ما شاء الله. اه. حلو قوي. بتصرف برضه انت. جدا. داخله لا على وعايزه طول. اقول لك عيب ان عليك. هو عملها لي بفكره، يعني هي مش ايه مش طب اس، اشرحي لي. هي اس وحواليها او. يعني اه letter O. عمر وبتاع. كرييتيف. الراجل برضه فاهمان. اه فدي كانت اول هدية من عمر يعني. وهنا بقى ده كان اول ديت لينا بقى حلو وقال لي قوي. بقى كده يعني بتاع. بس طب انتوا اعترفتوا لبعض امتى؟ مين اللي قال التاني بحبك؟ هو ما بقول لك ده انت كان اول ده ديت اول لينا. ديت نزلت قلت لها اه. انا بحبك؟ مش من اول ديت. لا مش اول ديت، ده اول official date اول as in اوفيشال ديت يعني اوكي. ده اليوم اللي قال لي فيه بحبك وكده. وديتها فين بقى؟ فويجو. كنا في وجه السوشي برضه سوشي. مش فاكرة بجد، حقيقي مش فاكرة يعني، مش عايزة احور. افتكر كده. تقريبا. اصل انا في فويجو اعرف الناس هناك، كنت عامل ممبرشيب هنا. فبخش بيقولوا لي ايه يا عمر اتفضل اقول فانت عايز ترسم برضه. فاهم. الراجل زبون هنا. اه بس فمن هنا بقى خلاص يعني بقينا officially مع بعض يعني. اوكي. وبعدين قال لي بقى انا عايزه اقابل باباكي عمر كان serious على since طول. day one يعني. هو ما امم. كانش كانش لعب يعني. اللي هو بقى هنشوف لسه واحنا متصاحبين ومش عارفه ايه. لا لا وبيختفي وبيظهر لا لا وكده. لا خالص خالص. هو كان very serious من الاول، وقال لي انا عايزه اكلم باباكي ومش عارفه عايز اشوف اهلك وكده والاول. امم. ففي ديسمبر كان قاعد مع بابي. منجز. شهر 2 كنا قرينا فاتحة. ما شاء الله. شهر 6 اتخطبنا. بعدين سنة واتجوزنا. ما سنة شاء الله خطوبة واتجوزنا. طيب انتي لما قلت لاصحابك اللي في حد اسمه منيبي وانا عايز يرتبط بيا وبتاع، كان انطباعهم ايه؟ بس أنا كان عندي شلة كده كانت كانت اوكي. فعل ماضي. أول ما قلت لهم إن أنا دلوقتي في حد اسمه عمر في حياتي وكده، لا يعني كان عادي رياكشن يعني. they were happy for me وبتاع. اوكي. بس وبعدين اول ما وريتهم لعمر عمر قعد يديني كومنتس على كل حد فيهم. جادج على طول. لا بس هو كان صح اوكي. بجد. ما انا بحس ان احنا بنفهم اكتر. هو كان صح جدا. امم. عايز تقول حاجة؟ لا كملي. هو كان صح جدا فعلا، فخلاني يعني زي واعية شوية اه. لحاجات معينة كده. بس بس يعني وعادي الموضوع اه. طب يعني. انت قلت لاصحابك؟ طبعا
وحبوها جدا. وايه الامبريشن بتاع صحابك لما قلت لها؟ هم يقدروا يقولوا حاجه؟ ما يقدروش. هيقولوا انا ايه؟ قصدي يعني اتبسطوا ايه ده جامد آه. ويلا وعلاقة جد وعايزين ننزل معاها والكلام ده؟ نزلت معاها مم. لا اصحابي كانوا كانوا جروب ولا مبسوطين. انت ليك مثلا بيست فريند لا كان واحد او اتنين؟ كان جروب. لا جروب كانوا كبير. كتير يعني. انا كنت ساعتها عايشه في اسكندريه لسه. اوكي. كنت كل ما اجي القاهره هنا لازم ننزل مع جروب من صحاب عمر وكده، يعني كان اساسي على طول. امم بيعرفني على صحابه وكده. حلو ودي أوي. كانت بوينت كنت بحترمها فيه قوي، ان هو طول الوقت بيشير، كان عايزني يعرفني على بيشو اصحابه اوف كلهم. بيكي، يعني بيوري اه الناس انا معايا حد دلوقتي وفي حد في حياتي بالظبط. وكده. يعني كانت بوينت حتى لو كانت ما بيني وبين نفسي، بس كنت بحبها يعني. اوكي. طب انت امتى حسيت بقى اللي انا لا العلاقة دي هتبقى جد؟ هتبقى جد اليوم. مش عارف انت عارف القصه دي ولا لا. مش لا هتبقى- هو انا مستنيه النهارده عشان اشوف اللي اوكي، انت جوه عايزة عمر حاجات بقى بجد. جوه. عشان هو بجد انا لو قعدت سالت الحاجات دي عادي عمره ما يرد عليا. ايوه. كان لما قلت لها انا هسيب الشغل بتاعي وهبقى فول تايم كونتنت كريتور. اوكي. كنت شغال في شركه كويسه. حلو قوي. ينفع اقول اسمها عادي اه ولا؟ طبعا عادي، بص براحتك. كنت شغال في بي ان جي، بروكتر اوكي. اند جامبل. اوكي. وكانت شغلانه حلوه جدا. ما شاء الله. وكنت شغال في الكوميرشال يعني. وجيت في يوم قلت لها بصي انا عايز اسيب الشغل وانا داخل على جواز. اصلا. وكان ساعتها عندي 15,000 توتال. اه توتال. اه اصلا. لا ما كنتش عارف يعني ايه تيك توك، ما كنتش عارف الحاجات دي ولا مم. يوتيوب. ده كان 15,000 انستجرام ولا حاجه، او مش ولا حاجه يعني للناس اللي عندها 15,000، بس انت فاهم قصدي. اه فاهم فاهم. يعني كان لسه في اول الطريق يعني خالص اللي هو ما يخلوش يقرر اللي هو يسيب الشغل بالظبط. يعني. بالظبط. فهو بيتكلم ولا حاجة من الحتة دي يعني. اه ف فقلت لها شوفي انت عايز تعملي ايه، بس هو ده الحلم بتاعي. وشوفي بقى لو انت معايا في المركب هتهندلي اهلك ازاي، عشان طبعا صح. انت يعني انا لو باباها كنت كريتور وانت عندك 15,000 فولو لا ويعني انا وبعدين انت مثلا سايب وظيفة بالظبط. بتأمين بحياة بستابيليتي وجاي تقول وكانوا لي. لسه اهلي مش فاهمين قوي واصلا يعني النقطه. 2020 برضه ما كانش المنتاليتي بتاعت الناس فاهمة يعني بالظبط ده بيدخل فلوس وده شغل ودي بالظبط حاجة ستيبل وكده، فاهم؟ بالظبط. مم. بس فلما لقيتها واقفه قدام اهلها واهلها برضو شافوا الاهلي واقفين في ظهري في القرار ده، اوكي. وان هي واقفه ومش عارف ايه وبتاع، عرفت ساعتها ان هي ايه، يعني الموضوع اكبر بكتير من اللي هو شكليات يعني. اكبر بكتير، انتوا معجبين ببعض ومرتاحين وكده، لا دي وايف ماتيريال زي ما بنقول يعني. او انا ممكن اكون جامد قوي. ممكن. لا لا. بس فهي دي كانت البدايه يعني. صح. طب وانتي حسيتي ده امتى؟ اللي هو ايه ده جد، ده احنا داخلين جد. إيه عمر دخلني في المود قوي اول ما قال لي انا لازم اقابل باباكي. فحسيت ان الموضوع سيريس فعلا يعني. هو انت حلو. انت بجد كده يعني. وانا ايه انا لسه يعني كنت بحبه طبعا ومعجبه بيه والكلام ده كله، مش هنكر يعني. مم. بس اللي هو بدات احس ان الموضوع سيريس قوي اول قعده كان قاعدها يعني. قعد الاول مع مامي واخواتي اه وبعدين بابي. اوكي. ف ليفل الوحش. فقعدت مامي واخواتي عادي يعني مم. كاجوال لذيذه يعني. وانا مامتي يعني كده فريندلي مم. وبتاع. قعدت بابي دي بقى اللي كنت متوتره فيها شويه، كانت سيريس. عمر بقى اللي هو قاعد بيشرح لبابي هو بيعمل ايه اوكي. القعده الفورمال بقى. قاعده صعبه جدا. بجد. بتقنع راجل حاجه و60 سنه بانستجرام. كان لسه 60. كان 60 يعني. كان 60 سنة. اوكي. ربنا يديله طول العمر طبعا. يا يا رب ان شاء الله. بتقنعه بقى الالجوريزم وازاي اعمل ريتش وريتش. والانجيجمنت. يا عمي يعني ما اتجوز البوست بتاعنا هجيب 50,000 لايك. لا كانت صعبه جدا يعني. اوكي. طب هو الامبريشن باباكي الامبريشن بتاعه ايه؟ بص انا بابي شخص سيمبل جدا هو اصلا يعني. باباكي شغال ايه ينفع؟ بابي لا عايزه اقول يعني بابي مهندس بترول. ما شاء الله. بس فهو بابي شخص سيمبل جدا.
مش شخص complicated بقى وانت ومش انت بالظبط، انا خالص. بسأل عشان يعني احس المنتاليتي بتاعت بابا لا لا، بيفكر ازاي. وحتى بعيدا عن شغله هو شخص سيمبل جدا في حياته يعني. فهو قعد معايا الاول وانا بشرح له على عمر وكده، انتي مرتاحه له؟ طب انتي بتحبيه؟ فهو كان اهم حاجه عنده ان هو يشوف انا احساسي كان ايه اتجاه عمر. اوكي. فبس فطبعا كنت قاعده بشرح له عمر دلوقتي هو كان شغال في PNG وهو عايز يسيبها عشان حابب كذا وكذا وكذا وكذا. فهو بابي يعني اخد مني الكلام، ما ادانيش رياكشن غير لما قعد مع عمر وشاف عمر. وانا حتى في كلامي قلت له انت لما هتقعد معايا تفهم شخصيه عمر وكده. عمر شخصيته يونيك قوي ما شاء الله. بجد يعني. حتى فكريا هو شخص very unique. مش ال يعني مش اللي بتقابلوه كتير يعني. مش عارفه اوصفها لك ازاي، بس يعني حتى وانا بكلم بابي عليه بقول له يعني بابي انت لما هتقعد معاه هتفهم عمر. وهو شخص يعني down to earth كده وطموح جدا. وقعدت بقى كده يعني. بس فهو فهم معنى كلامي لما قعد مع عمر فعلا فعلا. بس فساعتها بقى عمر جالي البيت وكده وقعد بقى يتكلم مع بابي وكده. اهلي مش هقولك ان هم ما كانوش عندهم التخوف شوية من الشغل. اوكي طبعا يعني اكيد. يعني هو انت متأكدة؟ طب هو ده تمام؟ طب مش عارفة ايه وبتاع. اه especially ان انا كمان كنت في وقتها بشتغل. فانتي اوكي مع الموضوع؟ فانا كنت توتالي اوكي طبعا. اوكي. وبقنعهم وواقفه مع عمر ولا وانا واثقه فيه وانا عارفه ان هو في يوم من الايام هيبقى حاجه. وفعلا ما شاء الله. طب انت عمر، انت حسيت امتى ان انا لا انا دلوقتي هبقى فول تايم كونتنت كريتور؟ بص، انا اقول لك، انا وانا في الجامعه كنت مهندس، اتخرجت هندسه. اوكي. بس كان بابايا كان صيدلي، اتخرج صيدله، وكان اشتغل يعني وصل بقى CEO شركه ادويه بدون ذكر اسماء يعني، استرازينيكا اقولها عادي. عادي يا عم، يعني قول اللي انت عايزه، انا مش هو اللي براش. لا انا بتكلم عشان الفيديو بس. عادي براحتك. بابايا وصل كونتري بريزيدنت، وكان ماسك زي ميدل ايست ونورث افريكا. ما كان شاء الله. CEO اه. شركه استرازينيكا، وابتدى بقى سيلز واشتغل سيلز وماركتنج. فانا اوكي. كنت هندسه، فهو علمني من الاول خالص من وانا في الجامعه ان انت مش لازم تشتغل بشهادتك، بس اهم حاجه ان انت يبقى معاك شهاده قويه في مجال قوي تساعدك تعمل حاجه توصلك لحاجه كبيره. يعني مثلا هو عشان توصل CEO مثلا في شركه، انت لازم تاخد الطريق بتاع السيلز والماركتنج، ما ينفعش تاخد طريق المصنع او الطريق اللي انت مش تعرف. هتوصل. فاهم؟ بس بجانب ده يبقى معاك شهادة قوية قوي. تسبورت اللي اه. انت البوزيشن اللي انت تروح. فهو كان قايل لي انا دخلتك هندسه عشان طريقه فكرك وطريقه حلك للمشاكل تبقى مختلفه عن ان انت لو دخلت اي حاجه تانية. المهندسين بيفكروا بطريقه معينه، اه ما شاء الله. بروبلم سولفرز يعني. اه. فخلصت هندسه، اتخرجت واشتغلت مهندس 6 شهور. اشتغلت حلو. مهندس في مصنع نسلي. اوكي. وبعدين رحت رايح بقى، نقلت بقى سيلز في PNG. سيلز بقى كوميرشال بقى، سيلز وماركتنج وكده. دخلت كوميرشال اكتر. فانا كنت حابب سيلز وماركتنج، وبعدين كنت خلاص ماشي بقى في طريقه. بس كنت بعمل فيديوهات لنفسي ولصحابي، بطلع وابعت لهم على الواتساب وجروبس وكده، اه وكانوا بيحبوها جدا. حلو وانا أوي. كنت بحب، يعني انا كنت the way I express myself او الطريقه اللي انا بعبر بيها عن نفسي وانا بصور كنت انت مبسوط بيها. مبسوط بيها. امم. يعني عارف لما تيجي تتكلم مع حد وتتناقش مع حد ممكن يقاطعك، ممكن عايز يفرض رايه، مش عارف ايه، فانت ما بتعرفش ساعات توصل المسج. اه بس لما تبعت له فيديو، بيشرح كل حاجة انت اسكت وبيوصل له بقى. الفكرة، اسكت. ومش هتعرف تقاطعه. وهي اه. دي المعلومه الصح. ف وانا كنت شاطر جدا في النيوتريشن. كان يعني عشان ما اطولش عليكم، انا كنت طول يا عم، احنا قاعدين هنا عشان تطول. لا بس مش قوي يعني، هتدخل بقى في. براحتك بقى. انا كنت زمان مليان، وكنت بروح لدكاتره كتير عشان احاول اخس، وما انت كنتش كنت بعرف تخين اخس اصلا؟ جدا. انا كنت جدا؟ قد ايه جدا. مثلا؟ لا لا. قد ايه؟ يعني لما انا كنت في المدرسه عندي 12 سنه كنت 90 كيلو. اوف. مم. 12 طفل عنده 12 90 كيلو. مم. اه
فهو اوكي. طب بقى بدون قطع كلامك، هل الفترة دي اصلا كانت بتأثر عليك نفسيا؟ عشان أنا كنت تخين برضو وانا صغير، بس كانش عندي ثقة في نفسي خالص. ما كنتش بقى بكلم ولا بنات ولا ولاد يعني. في ناس تقول لك انا كنت تخين زمان فكنت بخاف اكلم بنات، انا ولا كنت بكلم بنات ولا كنت اكلم اه ولاد. طبعا يا صاحبي طبعا. ف كانت صعبة جدا، كنتش لاقي حل. كنت اروح بقى الدكاترة، اروح انزل العب رياضة مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله، لغاية لما قررت في يوم اللي انا خلاص انا هقرا وافهم وانفذ. مش عايز مش عايز مساعدة تروح حد. لدكاترة. مش دكاترة، ما كانوش دكاترة كانوا يعني ما كانوش دكاترة بس بيقولوا كان بيتقال عليهم دكاترة يعني اه. نيوتريشنستس، امم. بس مش دكاترة يعني. ناس دارسة تغذية. اه بس مش دكاترة يعني. فرحت معلم نفسي وخسيت، فتعلمت قوي في نفسي. امم. فكنت ببعت لاصحابي بقى فيديوهات بقى الدايت والكيتو والباليو والفيجن دايت امم. ويعني ايه دايت اصلا، يعني ايه كاربس والكلام ده كله. عجبهم جدا وعجبني جدا. حلو قوي. فابتديت اعمل على السوشيال ميديا فيديوهات بتكلم عن النيوتريشن وبتكلم على التمرين التمرين وكده. والدايت والجيم واللايف ستايل ده يعني. بس كنت عايز اعلى، فانا قلت انا هفرغ كل وقتي لده. والله ذكي ما شاء الله. والله عشان بجد ذكي قوي. جدا ما شاء الله. عشان ربنا يخليك يا حبيبي. لا والله طب ما منوره بتكلم انا جد. قلت ذكي يا صاحبي في ايه؟ منوره والله. عشان انا مؤمن جدا اللي عايز يعمل حاجه لازم يدي وقته كله فيها 100%. ما يقدرش مثلا يبقى في حاجتين، انت عايز تبقى انتيكا، عايز تبقى بتصور وليك اسمك في التصوير ان انت حاجه كبيره جدا، انت ما ينفعش تبقى مصور وشغال في مصنع 12 ساعه، مش هتنفع. فكنت مؤمن جدا انا اللي عايز يعمل حاجه لازم يعملها هي بس. ف رحت لبابايا طبعا قلت له بص يا بابا يعني انا كنت بابايا كان مهتم جدا 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 بتعليمي من اول المدرسه شقة عمره يعني، انت جاي اه بقى تقول له انا اهم شقة عمرك ده؟ لا وبعدين راجل ليه فضل عليا كبير جدا في حته ان هو دخلني مدرسه كويسه. لما قلت له لما دخلت الجامعه استثمر فيا في الاي يو سي. ما شاء الله. ولما كنت في الاي يو سي هو بابايا طول عمره بيقول لي احلم لفوق، احلم لفوق، يعني حاول تجيب سقف، لا في سقف اعلى. يعني انت لو في مكانه كويسه لا فيها احلم حاجة بقى احسن. احلى. فلما كنت في الاي يو سي جات لي فرصه ان انا اسافر امريكا في جامعه من احسن 10 100 جامعه 10 جامعات في حاجه يعني، بس من احسن 100 جامعه في العالم في هندسه. ما شاء الله. فقلت له بص انا هسافر، فسفرني واستثمر فيا واتخرجت من امريكا ومش عارف ايه وبتاع ورجعت. ما شاء فهو طول الله. عمره بيحاول يعليني يعلي لك سقف طموحك وبينفست من الاخر. بينفست. فانفست، فانت تخيل بقى راح لراجل زي بابايا انفست. بص انفستور. بقى الانفستمنت بتاع ده كله اه سيبه على جنب، سيبه على اشتري لي جنب. فولورز. اه انت متخيل اوكي. القعده دي كانت عامله ازاي؟ وهو طبعا بعيد عن المجال خالص، يعني ما يعرفش يعني ايه سوشيال ميديا ايوه. اصلا. فقاعد معاه فبقول له بص كل اللي حصل ده انا متشكر، بس انا هبتدي اعمل فيديوهات على ايه، على على الجيم والنيوتريشن البلاتفورمز ومش عارف ايه وبتاع. وقف معايا قال لي تمام جو. بجد. اه والله. وكان على طول ولا قعد يتناقش لا معاك؟ طبعا مامتي طبعا كانت بتلم الموضوع. هو كان بيقول لي طب استنى طب استنى لغايه لما لقى اللي انا قال لي خلاص. اه. ومامتي طبعا ليها فضل كبير جدا يعني في الموضوع. بس فدخلت السوشيال ميديا جيم ونيوتريشن مش طب ليه عاجبني. بقى عملت سويتش؟ انا بقى هتجنن. هقول لك ليه، انا هزنقك هنا. زي سقف اللي انا لسه قايل لك اللي عليه. انت كنت في هندسة وفي الاي سي هنا، لا انا هطلع بقى الجامعة بره اتعلم اكتر. بس يعني انا بالنسبة لي شايف في حاجة غريبة. انا بالنسبة لي منيري الراجل اللي بيدي لايف ستايل والجيم وبتاع بالمنتاليتي اللي انا شايفها قدام عيني ده، ممكن يبقى مشهور برضه وجامد ويريتش اوت الناس وانجيجمنت قوي جدا في الحتة بتاعته اللي هو اصلا بادئها. فاهم قصدي؟ اللي هي الجيم، اللي هي النيوتريشن. الجيم. لان انت ما شاء الله ذكي. ربنا يخليك. والله بتكلم بجد، بكلمك بمنتهى الصراحة. فانت لو انت بقى كنت بتقول لا تدي 100% برضه في الحتة دي كنت هتوصل برضه يعني. فاهم قصدي؟ انا مم. حاسس ان انت يعني، انا دايما بقول للناس في التصوير، انا مهما اقعد اقول للناس على التصوير، كم واحد مهتم اصلا في مصر بالتصوير؟
هتلاقي 10%. احنا 100 مليون، 10 مليون واحد. حتى لو ال 10 مليون وصلت لهم انا مش هوصل لحاجة. فاهم قصدي؟ لكن لما اعمل حاجات انترتينمنت وحاجات الناس تحبها كلها هوصل لكله. بس انا حاسس ان الجيم والاكل الناس كلها بتريليت بيه، واللايف ستايل. فاهم قصدي؟ على عكس التصوير. فانا حاسس ان انت لو كنت في الحتة دي، انا مش يعني انا مش بعارضك على الحتة ايوه اللي انت فاهم. رحتها التانية، بس انا حاسس برضو ان انت ستيل عندك بوتنشال هنا. ان انت حتى لما عملت ترانسفورميشن الاخير ده لقيت سبورت قوي، ولقيت الناس متشجعة، وناس بدأت تغير وتعمل ده. حتى ناس من دايرتي انا بدأوا يشوفوا ايه ده منير بيعمل ده. انا بقيت اقول لهم يا جماعة اصلا منير كان بادئ كده. صح. فاهم؟ بص، اولا ليه تقدم حاجه واحده وانت ممكن تقدم 10 حاجات؟ انا مش بتكلم 10 شغلانات. انت دلوقتي احنا فكره الواحد اللي هو مؤثر، مم. فانت بتاثر وخلاص اثرت في الحته دي. اوكي. وانا ماليش حلم ان انا، او حلمي اه اه. مش اللي انا ابقى مدرب. خلاص انا كده انا فهمت، انا كده انا بد... فهمت. اه اه. انا فهمت. بدي الناس المعلومات ببلاش، عشان انا كنت في يوم من الايام نفسي في حد يديني معلومه. حد يديك معلومة وتخس وتوصل بالظبط. لهدفك يعني بالظبط. في الجيم. فكنت بديهم معلومات. بس انا بحب اتكلم في مواضيع، بحب اشوف موضوع قدامي. دلوقتي انتيكا جه قال لي انا اتخانقت مع مراتي. ليه يا انتيكا؟ عشان حماتي مثلا. مم. ماشي. طب ايه اللي حصل؟ هتقول لي حصل 1 2 3. انت هبقى تترجمه فيديو، كفيديو. وروح اعمل فيديو. طب فانتيكا، مش انتيكا بقى، واحد عشوائي في الشارع بيريليت. فيجي يقول لي انت عارف، ودي يعني حصلت، دي من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا. حصلت واحنا في العيد اللي فات تقريبا. لا مش في العيد، لما كنا عند مامتي في السبوع، حاجه كده يعني. امم. جه قال لي انا الجوازه كانت هتبوظ بس بسبب فيديو كذا بتاع للجواز حصل، الجوازه ما باظتش. فابتدى يجي لي، لا ده انت ممكن تتكلم في مواضيع كتيره قوي تاثر في الناس بطريقه ايجابيه قوي. فمش بس في الاكل، انت ممكن النهارده تتكلم على الاكل، بكره تتكلم على مشاكل الزوجيه، بعده تتكلم على الراجل مامتك. ومراته. انا إيه بشوف فيديوز بتاعت مامتك دي بتاعت ماما. وبتختار مزيكا، والله بجد انا ببسط منها. عن حماتك، علاقتك بحماتك ممكن تبقى صعبة. مش قصدي اللي هي صعبة، لا بس عادي كله تمام يا ماما ما تقلقيش. انت فاهم قصدي. بس اه. عشان بس ما نخرجش بره اطار الحلقة. بس فهو كان كل شوية اطمع، طب انا هعمل النهاردة كذا، بكرة هعمل كذا، وهكذا يعني. أمم. انا نسيت السؤال كان ايه اصلا في الاول. ليه انت عملت سويتش؟ اه. بس وسلمى يعني يعني ليها دور كبير جدا في السبورت. انا يعني اي مره كنت بقع فيها، ووقعت كتير قوي، أمم. وبقع كتير جدا، ولسه واقع النهارده، ولسه والله بجد، وامبارح واول وفتره بقع فيها دلوقتي يعني. هي اللي بتقومني مره اتنين وتلاته ما شاء وعشرة، الله ما لا شاء بجد. الله. فالاختيار اللي انا عملته في الاول كان صح. بحته ان هي قالت لي سيب عايز تسيب شغلك سيبه. هنتعستف نتعستف. اهم حاجه تعمل اللي انت بتحبه، عشان اللي انت بتحبه ده هو اللي هيخلينا في يوم من الايام نقول الحمد لله اللي احنا مشينا في الطريق ده، حتى لو ما نجحناش فيه. على بس الاقل عرفنا. على الاقل عملت اللي انت بتحبه. امم. فاهم قصدي. وهي بقى تحكي لك بقى على اول فتره جوازنا اللي كان، انا هحكي لك يعني. بس اللي احنا كان في الاول الدنيا صعبه جدا، امم. وكنت قاعد في البيت طول الوقت خايف ما اوف، بنامش. لا خلينا ما نسكيبش الحتة دي قول لي عشان انت. هنتكلم فيها قوي. بس انا عايز اتكلم اكتر عن الجرين فلاجز. خلي عمر يقول يلا يا الاول. عمر. انت اقول كام واحده؟ يعني قول 3 على الاقل. ما ينفعش اقول 3 عشان هما ما بيخلصوش بص هيقعد يقول انفينيتي. كده والله. بص يا حسام هيقعد يقول كده ومش هيلاقي. عشان هو مش عايز يعني مش هو مش فاكر. لا قول 1 2 3 4 كده. قول 5. قول 5. اقول 5 جرين ما فلاجز. تفكرش، انت ليه بتفكر؟ مش هقدر اقول 5 عشان هما انفينيتي. هيقول لي قول انفينيتي، هقول انفينيتي. خليه يقول انفينيتي. قول انفينيتي. مش هنخلص الوقت كده هيعدي. يلا عمر. طب قول انت الاول. لا. طب احنا قلنا انت يا عمر. قول سؤال تاني طيب. ايه يا الجرين ده فلاجز بيفكر. فيا؟ انت بتشغل دماغك كده. مش بقول لك ذكي قوي. ايه الجرين فلاجز؟ كل حاجه، كل حاجه جرين. يعني ايه؟ يا شفتها كده تخيلت كل حاجه جرين ما شاء الله. من انت اول بكاش طريقتها، بكاش. طريقتها. لا يعني انا اللي هي شيز اليجنت.
حلو. understanding، متعلمة، يعني يعني ايه، يعني فاهم، يعني متعلمة يعني. انا مش فاهم حاجه. انت بتقول ايه؟ طب انا قلت اوكي، 3 حاجات. she's elegant elegant و understanding. اوكي، واندرستاندينج ايه تاني؟ ومتعلمة كده، بتفهم في حاجات كتير يعني. يعني كانت بتلعب رياضة، كانت بتلعب فولي، كانت في منتخب مصر، كانت ما شاء الله. بتذاكر كويس، بتطلع من أوائل يعني، فاهم، educated بالعالم يعني. كده 3، انت قلت 3 في انا الأول. قلت 5. احنا قلنا كمل يا 5. عمر. رابع حاجة عمر بيتكسف. ايوه. رابع حاجة شبهي. حلو. وخامس ممكن دي حاجة ما تبقاش جيم فلاج بالمناسبه. اي. لا 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 والله. بهزر. وخامس حاجة طولي، او ايه ده مش جيم فلاج. يعني ايه اقصر طول؟ اقصر مني. يعني انت كنتش عايز يعني تعرف حد طويل قوي او قصير قوي، ده لا قصدك؟ لا، مش فارقه معايا. امال ليه امال دي يبقى دي ايه مش ايه جيم طول فلاج؟ دي؟ ما القصير كان هياخد جرين، والطويل هياخد جرين، وانت خدت جرين. انا بالنسبه لي كده. مش بقولك بيقعد يشغل اه دماغه؟ بيشغل دماغ. مم. كده خلاص هو 3 ميرسي يا يعني عمر. على قد. شكرا يا حبيبي. ممكن تقولي لي طيب 10. 5؟ لا هقول لك واحدة. ماشي. انت تعمل اللي انت عايزاه، احنا جايين نزنق النهارده منيلين. لا بص، بجد هتكلم بجد والله. عمر اكتر حاجة بحبها فيه، او يعني كجرين فلاج يعني، اوكي. قلبه طيب جدا 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 جدا، طموح جدا، يعني مش عارفة اقولها لك ازاي، باك اب كده، امم. فاهم؟ مش باك اب، هو باك بون. ظهر. اه باك سند. بون، سند ليك. جدا. آه وقلبه طيب وحنين قوي 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 قوي، ما شاء الله. يعني البوينت دي، مش ما عندوش غباوة يعني كده، قلبه مش جامد وكده. امم. عمر شخص طيب جدا على فكرة، جدا على ما انا المستوى عارف الشخصي والله. يعني. انا عارف ده كويس جدا. قوي. بس وبحب فيه، ودي ريسنتلي اكتشفتها بعد ما خلفنا، ان هو family oriented قوي، بيحب العيلة والبيبيز مع انه يعني شكله ما بيحبش، شكله اللي هو بيحب يقعد في الشارع واصحابه ونروح لا ونيجي. لا، انت ما تعرفش بقى عمر علاقته بالبيبيز عاملة ازاي ما شاء الله. خالص بقى. يعني انا يعني I'm surprised بعمر ان هو كأب عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء ده الله. بجد يعني. بص بس بتتكلم على الجيم فلاجز ازاي وبتشرح وبتعمل عمر ما في. ما ايه فيش. قولي له ان انا ما بعرفش اعبر زي. خالص، ما بيعرفش. عشان كده بقول لك انا النهارده مبسوطه ان انا ممكن اسمع، يعني انت تطلع منه حاجات انا هطلع ما حاجات اي. بسمعهاش بجد. لا هو فعلا عمر ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يقول. مم. ممكن يعبر افعال، بموقف، رد فعل، بنصيحه في عامة حاجه. انا كده عمر على فكره انا وصدقني. حاسه ان انت شبهه اه شويه. وانت الحلقة دي انت هتتشتم فيها كتير زي. انا بحبك جدا. انا هقول لك 10 يعني عايزك تقعد تقول انا جرين. بحبك جدا انا عشان بحبك انا. جدا انا لو شفت الحلقة بتاعتنا انا بجد كنت طبيعي وما بتكلمش برضه خالص، وحاسس ان انا يعني قاعد مع مراتي يعني فبتكلم براحتي، فالناس خدتها بقى سلختني. بحبك. ايوه. طب اقول لك على حاجه، انا مم. لما بقول لعمر بحبك بيقول لي شكرا حبيبتي. شكرا. انت بتحاولي تعملي ايه؟ اسخن الناس عليك حاولت. شويه. يقول لي شكرا يا حبيبتي. لا يعني مش قوي، لا. ماشي طيب. لما مامتك واهلك قعدوا مع سلمى ايه الامبريشن، قالوا ايه؟ حبوها جدا طبعا، حبوها جدا. واهلها حبوهم يعني الاهالي كلها حبوا بعض. بس برضو مش هينفع اطلع معاك واقول لك الدنيا وردي وبتاع، لا الدنيا فيها مشاكل طبعا، ما بين هنا وهنا وكده يعني. بس اللي بيفرق بقى التربية، واللي بيفرق الأصول والكلام ده كله، إن برغم المشاكل بنتعامل وبنتنازل من الناحيتين. ومش من انا كده كده ما عنديش مشكله في مع حد السليم، يعني. انا كده كده في بس انا السليم. بتكلم يعني الناس تتنازل، ناس كتير عندها يعني بيبقى فيه كونفليكت عادي.
ده طبيعي بالظبط. يعني عشان ايوه طبعا. يعني عادي انت جايب ناس تربية وبيئة مختلفة ومنتاليتي مختلفة وعندهم بنت، وانت نفس الكلام، اهلك ما عاشوش عيشتهم ولا انت عشت عيشتهم. فالموضوع كله لما الناس بتيجي دايما، لما الناس تيجي بقى كله يقرب على بعضه، اكيد في حاجات مختلفة كتير طبعا. يعني. ده طبيعي يعني. فانا حاسس ان انت مكسوف تقول اللي فيه حاجات لا مش مشاكل مكسوف، او لا 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 او عادي. متضايق يعني اللي فيه مش مك... مشاكل. لا 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 لا، ده طبيعي فشخ يعني. اللي يحصل مشاكل ورايحة جاية. في ناس هنا بتقعد تقول لك احنا مثلا ماما كانت قافشة المطبخ ده هو اللي يعمل، المطبخ ده انا عايزاه كده، كان بيتنا احنا، فاهم؟ فتقول عادي يعني. اه امم. اه لا يعني هي الحمد لله انت لما بتنقي كويس وتشوف الاصل، بغض النظر عن المشاكل اللي ممكن تحصل، وكده كده يعني بتحصل، لكن بنتعدى ونتأقلم ونتنازل والدنيا بتمشي. ايوه طبعا. بس اوكي، حلو قوي. طيب انا عايز اعرف بقى ايه البروسيس، انتوا ازاي انتوا قريتوا فاتحة؟ امم. انت رحت البيت خدت اهلك معاك ورحت بقى قريت امم. فاتحة، كان لابس ايه؟ او انت كنت بقى ايه التبس وتريكس انت كنت بتقولها له عشان لما تيجي تقعد البيت عندنا؟ منيبي خلي بالك من كذا كذا، انا عمي جاي، عارفه الحاجات دي. بص احنا قراية الفاتحة كنا العيلتين بس، يعني كانت عيلتي اللي هو بابي ومامي واخواتي، اه وعمر كان باباه ومامته واخواته. دي كانت ماشي. قراية الفاتحة، يعني احنا كنا عايزينها تبقى فاميلي قوي وما امم. جبناش صحاب وكده. حلو. بس لا ما قلتلهوش يلبس ايه ويعمل ايه وكده، لا عادي يعني. براحتك. اه كان لابس شميز وبنطلون امم. عمر اصلا شخص كاجوال جدا اه يعني، مش اه. بتاع شميزات وكده. بس اليوم ده كان وكان جايب لي بوكيه ورد تحفة الصراحة. كان عامل ازاي؟ لا والله كان جايب لي بوكيه ورد حلو، كان كبير قوي اتصرفت ها؟ وكان جبت حلو. شوكولاته؟ وجاب لي شوكولاتة جبت منين بقى؟ باتشي. اوه. اه. عيب عليك. لا صارف. لا لازم لا. لازم. لا كان جايب لي بص قراية الفاتحة بتاعتنا كانت سيمبل قوي، فاميلي قوي، وكانت القعدة مش فورمال خالص يعني. في العيلتين مواضيع اتفتحت عادي غير جدا جدا. الشروط والرولز لا لا لا، والحاجات عايزه دي. اقول لك دي كانت اخر بارت من القعده يعني. اتكلمنا تقريبا، فاكر كانت ربع ساعه نص ساعه، اخر نص ساعه في القعده يعني. العيلتين اتجمعوا، احنا اتخرجنا قبليها بره، امم. اتغدينا وتعشينا بره البيت. اوكي. بعدين بابا عمر قال لبابي ان احنا عايزين نيجي البيت ونقرا يعني فاتحه. عملتوا ده الاول، نبريك ايس كده الاول، بعد كده اه بقى ندخل اه البيت يعني كانت ونعمل. مرتين او ثلاثه غدا او عشاء بره. حلو. وبعدين انكل قال لبابي بقى ان هو عايزين يجوا البيت ونقرا فاتحه وكده. فلما جم قرايه الفاتحه ما كانتش اول قعده نقعد فيها مع بعد، فاهم؟ فكان فكانت الموضوع القعده سلس لذيذه، شوية. كانت القعده لذيذه واتكلمنا وكانت هزار وضحك واكل وكده. وبعدين قرينا فاتحه يعني قبل ما نتفق وكده، اتفقنا وبعدين قرينا فاتحه حلو قوي. مم. وحددتوا الخطوبة بعدها انت قلت شهرين ولا شهر؟ احنا قرينا فاتحه 2. كنا المفروض هنتخطب 5، بعدين عمر عي امم. تعب شويه، فاكر لما جالك اه البتاع ده، مش عارفه كان اسمه جالك ايه. ايه؟ بتاع كده في لساني كده كان جاي زي, زي فيروس كده زي او هيربس كده او حاجة ولا؟ لا لا كان حاجة زي فيروس كده، كان كان ابيض، امم. كنت لازم يجي كده، حاجة اوكي. كده. فأجلنا الخطوبة يعني، فاتخطبنا في شهر 6 بس. وبعد بقى الخطوبة احنا اتخطبنا 6، عمر كان عايز يتجوز 9 على في طول؟ شهر 9. طب والشقة والحاجات دي ايه؟ فاكر لما كنت عايز تعمل فرح في سبتمبر؟ بس عمر مش فاكر اي حاجة مش خالص فاكر ليها والله. انت علاقة. ارقام لا مش فاكر والحاجات دي طبعا. مش لا كان بتفتكر؟ عايز يتجوز في سبتمبر، فطبعا كانش فيه نو واي يعني. اه بس لغاية لما بس احنا من الاتفاق كنا مقررين ان الفرح هيكون في القاهرة يعني. اه. انتوا الفاتحة، رواية الفاتحة والخطوبة كانوا في اسكندرية. والخطوبة عملتوها على الضيق برضو ولا close friends. فينيو؟ لا 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 كانت close friends يعني. كان في بيت برضو؟ اه كان في بيتي. فاكهة الفستان بتاعك جبتيه منين وعملتي لمين اه ميك اب وكده؟ طبعا. طب قولي لنا بجد الديتيلز دي. اه. كنت عاملة دريس تاي مع نادين مكاوي، اوكي. دي ديزاينر مشهورة قوي في اسكندرية. ما و I think شاء بقت الله. بتعمل الناس دلوقتي في القاهرة يعني، هي كبرت كمان عن ما ايام شاء الله. خطوبتي. انت بنقول كده 5 سنين اه لا هي يعتبر. دلوقتي يعني هي شاطرة قوي يعني. حلو قوي. عملت معاها قراية فتحتي وخطوبتي. حلو.
والميك اب؟ برضو واحدة كان اسمها باسانت، بس يعني كانت عادية يعني كان مش شو. لا عادي. بس الفرح بقى كنت مهتمة انت بالفرح. لبست بدلة في الخطوبة؟ كان شكله حلو قوي. لبستها جبتها ولا فصلتها؟ لا I think كانت جاهزة. منى مش مش فاكر. فاكر والله. مش لا فاكر. لا كانت جاهزة، لا كان اه جاهز. اوكي. مش فاكرة منين. طب والخطوبة احسن ولا الفرح بالنسبة لكم؟ الاتنين بالنسبة لي. بالنسبة لك؟ مش فارقه. انا لو عليا مش فارقه اعمل اي حاجه منهم، يعني انا مش بتاع الحاجات دي خالص. عمر. اه انت بتعمل عشان سلمى عايزة امم. تعمل كده. بس انا يعني لا، فيلينج الخطوبة كان احساس، كنت مبسوطة قوي قوي قوي. وفيلينج الفرح قصة تانية الفرح خالص. عملته في القاهرة؟ اه فين؟ في النايل ريتس. حلو قوي. مم. الفستان هو ولا غيرتي الديزاينر؟ لا لا كان حد كان جاهز. كنت جاهز. جايباه من حد بيجيب يعني طب فساتين ايه من احسن بره. حاجة حصلت في الفرح؟ عملته فيرست لوك؟ عملنا انا فيرست عايز لوك. بقى اتخيل ده عمل ايه في انت كنت الفيرست لوك. فين ساعتها؟ مش فاكر. انت كنت فين؟ عمل ايه في الفيرست لوك؟ الفيرست لوك بتاعت عمر، لا كانت لذيذة يعني، اللي هو قعد يعمل لي كده وشكلك حلوة اتفاجئ قوي. يعني؟ عملتوها اتفاجئ. لوحدكم ولا كان معاكم جروب صحابكم؟ صحابي كانوا موجودين، وصحابه بس كانوا واقفين بعيد شوية يعني، لا ما كانوش تو لاينز وكده ما زي كانوش شايفينه قصدي لا لا ولا كانوا كانوا شايفينه، شايفينه؟ لا كانوا شايفينه. امم. بس هي كان يعني ما كنتش حاسة يعني كنا احنا الاتنين قوي، فاهم؟ اه بس لا اتفاجئ وقعد يقول لي شكلك حلو، قعد يبوس ايدي وكده ما شاء وبتاع. الله. لا. طيب انا عايز اعرف ايه احسن حاجة انتي حصلت بالنسبة لك في الفرح، وايه احسن حاجة بالنسبة لك في الفرح؟ احلى حاجة عملتها في الفرح ايه؟ يعني احسن اختيار او احسن دخلت مثلا على اغنية جامدة مثلا، او اه ايه يعني بص، الكيك شو هو انا ولا هقول لك بس البوفيه ان ولا ايه يا منى؟ كل تفاصيل الفرح كانت معايا. اصلا. يعني عمر مش بيشغل نفسه قوي بالتفاصيل دي. يعني هو عمر ما يعرفش احنا داخلين على ايه، هو داخل على هو ايه. داخل على الله. كيك ايه، مين جاي الفرح هو عزم من ناحيته وانا عزمت ناحيتي، والتفاصيل بقى كلها كنت انا. امم. احلى حاجة كلمتلك اسمها ايه دي الديزاينر دي؟ بسنت. اه. بسنت ايه. الورداني كانت الويدنج بلانر ما شاء بتاعتنا. الله. بس اه انت شاطرة جدا يعني. جدا. امم. لا هو الكونكشنز كانت تبع عمر. الو دي بتاعت عمر. يعني هو انت بقى هندلي. انا اختار. هو يباصي وانت تهندلي. بس هو المكان هو اللي اختاره، الويدنج بلانر هو اللي جابها، يعني هو اللي قال لي ايه رايك في باسنت، فكنتش امم. عارفاها، دخلت دي شكلها حلو قوي مش عارفه ايه. امم. يعني هو بيديني البوش وانا اختاري، اعملي انت فاهم. بقى. بس كديكور بقى والاغاني اللي هندخل عليها ايه، يعني مثلا قال لي الدي جي فلان، فكان خالد حسين. اوكي. فقال لي فخالد حسين بقى هو كلمني، واحنا بقى اخترنا مع بعض الاغاني والكلام ده كله بقى كده يعني. حلو قوي. احلى حاجه في الفرح اكتر بارت ايموشنال يعني الفيرست دانس فيرست دانس. والانترنس. دخلته على ايه؟ الانترنس كان على ايه؟ عمر الانترنس بتاعه كان خطير، كانت ميوزك تراك. ميوزك بس؟ كانت تراك. هاوس ولا حاجة ايموشنال؟ الاتنين كان كده. سويتش ده. يعني زي ديب هاوس شويه ايموشن يعني، امم. كانت مش طب عارفه، حلو. كانت غريب بس كانت حلوه قوي قوي. او انا مش عارفه كنت ايموشنال قوي لما كنت شايفاه. ممكن. بجد. لا بس كان شكله حلو قوي. والدخله كده كان داخل مع اصحابه، كانوا كتير قوي، كانوا تو لاينز كده، وهو عمر داخل في النص، كانت حلوه اوه قوي جامد. قوي قوي قوي. والفيرست دانس كانت ايه؟ مزيكا ايه؟ كانت Beautiful in White. اوكي. اغنيه Beautiful in امم. White. و... وانا دخلت على اغنيه لبنانيه كده. انتوا ما كانش فيه طل بالابيض ساعتها؟ لا كان فيه، بس انا كان فيه ما ما اخترتهاش، لا. اخترتهاش. لا ما اخترتش تلي بالابيض. اصل اخترت كانت حاجه فترة تانية. طل بالابيض كل فعل اه بصوها اه طل بالابيض. لا وما اخترتش تلي بالابيض، كانت اغنيه لبنانيه كده حلوه قوي. وكان ماشي. فيها بوم كده، والزفه بتاعتنا كانت لبناني فكملت عليها. امم. بس. حلو قوي. مم. طب انت ايه احسن حاجة في الفرح؟ العروسه. اوه. ده واحد سافل ومنيل. العروسه طبعا، هي انا عامل الفرح ده عشانها. دي اه حقيقه. هو ما صح. كانش مقتنع. كنتش مقتنع في الفرح؟ كنت عايز توفر وتسافر والجو ده؟
لا هو عمر لغاية قبل الفرح ما بلاش، مش عارفة ايه كده. ليه يا صاحبي؟ عادي، انا انا يعني مش حتتي، مش بتاعتي، مش انا بتبسط. بحس ان ده يوم مهم يعني، لازم مش هيحصل تاني، دي حقيقة. فلازم نعمله احسن حاجة في الدنيا. على فكرة عملت كنت جايب شاشة كبيرة ورا، وكنت حاطط اللوجوز بتاعتي على ايوه الترابيزات، اللوجو ليه؟ بتاعي ده، اللوجو بتاع عمر. ليه طيب؟ وكنت مشغل الفيديوهات مش عامل بتاعتي. بومو كود؟ بومو كود نون يا جماعة. لا لا اسمع، وكنت حاطط الفيديوهات بتاعتي على فكرة شغالة. صح، قبل ما ندخل انا وهو الناس بقى وهي قاعدة، الناس بتبقى مشغلة ميوزك خفيفة والسكرينز بيبقى فيه حاجات. احنا كنا عمر كان شارط ان السكرين دي تبقى الفيديوز بتاعته كلها بتاعتنا مع ايه ده؟ بعض وصورنا وكده. الفيديوز اللي على التيك توك. اه والله. بجد. عايز هو مجال ويدنج بلانر. هو ايه العريس اللي بيعمله ده؟ اه والله. والترابيزات كلها كان عليها اللوجو بتاعه مم. كاستمايزد كده. ليه يا صاحبي؟ عايز توصل ايه؟ اكسب كام فولور من اللي جايين. بادئة. بادئة صح. ايوه، انت عارف بقى. جامد والله. لا بس والله كانت حلوة، السكرين دي كانت فكرتها حلوة يعني. والكيك شو كان عامل ازاي ولا كان طبيعي؟ لا كان عادي يعني، ورانا فاير وقطعنا الكيك عمر في نص خلاص 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 راح اديها للراجل كده وخلاص. اوكي. بالله. انا هطلع الثلاث بوكسات اللي تحت رجلي دول، وهطلع لك بوكس منهم تختار الصفة وتدي ريت من 1 ل10. من 1 ل10. ولو انت بالنسبة لك يا سلمى الريت ده فير، بتسحبي من البوكس الابيض. لو ماشي. مش فير بتسحبي البوكس الاحمر. ودي لا اما بتبقى احكام لا اما بتبقى سؤال. ماشي. ماشي. بسم الله. ايه الصفة؟ لا قول. وريني. اقول الصفة. وريني الصفة. الخوف من الحسد. الخوف من الحسد. خد الكروت اهي، وادي ريت من الخوف 1 ل10. 10 ده اكتر حاجة، ها؟ اه. ماشي. هو 9 ناقص. لا اهو، خسارة. الخوف من الحسد. لو عايز صفة تانية ممكن تسحب تجرب حاجة تانية لو يعني. لا خليه هو بيتعرف عليا النهارده. مش عارف في ايه. الخوف من الحسد. تديها كام؟ 5؟ صح. بجد؟ متوازنة يعني، مش اللي مش هو مش اوفر قوي. قوي مش ومش اوفر اللي هو ما قوي. فيش خالص. اه اوكي طب انت حاسة اللي هو فيه تسحبي اه من الابيض؟ دلوقتي اه. يعني هي كويسة في الموضوع ده. لو ما كناش اتقابلنا تفتكر حياة كل حد فينا كانت هتبقى ماشية ازاي؟ انت ربنا هيكرمك وهتتجوزي وتخلفي برضه، وانا انت بتقول فاكتس كده، انت ما بتقولش حاجة يعني، بتقول حاجات يعني ده اللي هيحصل يعني. ايوه. ما هي ما هتعمل ايه؟ انت اشرح. يعني اقول ايه؟ هتعيش اكنك بتقول لها هتعيشي وانا اعيش. قول آه حاجة انت شايفها من منظورك فعلا، اللي هو كانت زمانها في شغلها بقت اجمد، وصلت بقت سي او، انت بقت يعني. لا هي بالظبط اللي انا قلته، هي بتحب البيت وبتحب الاسره. اه ماشي فاهم؟ خلاص، قول انت اللي انت عايزه. يعني هي كانت، انا شايف انت كنت هتتجوزي وتهتمي بالاسره وربنا يكرمك. انا حياتي كانت هتقف عشان حياتي من غيرك ولا حاجه. اه. كيوت. ايه رايك؟ عمر اوكي. بيبهرني النهارده. اوكي طيب انا عندي لعبة كده هلعبها معاكم. مين اقرب حد ليك يا منير؟ صحابك. صحابي. اقرب حد يعني، ما عنديش حد اقرب حد، يعني ما عنديش. ما عندكش حد بتحس اللي هو اسراره كلها معاك لا بتكلمه بتعمل؟ لا. بجد؟ اه والله. دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة اتحطيت فيها كده يعني، الظروف هي اللي حطيت فيها. كان عندي صحاب كتير زمان، بس يعني دلوقتي ما بقاش موجود الحد ده خالص، يعني سري وليه معايا. بقى؟ هو الزمن بقى بيعمل كده يعني، ما تعرفش بقى، ظروف طب انت كتير. انت حاسس ان دي بالنسبة لك حاجة حلوة ولا وحشة؟ مش فارقة يعني، سري ما معايا. بتفكرش اصلا فيها حاجة حلوة ولا وحشة؟ مين اقرب حد بالنسبة لك؟ عمر.
انا كنت المفروض سلمى. ها؟ لا بقول في لا، صحابي، عادي. بقول في صحابي. لا بس يعني السيكريتس بتاعتي مع مين وكده، عمر واخواتي. اوكي، ما عندكيش بيست فريند برضه؟ عندي، بس في حاجة، لا عندي صحاب كتير ولسه ولغاية دلوقتي مع بعض وبنتكلم وبنقول كل حاجة. بس لا، اللي ممكن اتكلم قوي قوي واقول تفاصيل التفاصيل عمر واخواتي اوكي بس. طيب ماشي. كان عندي لعبة كده، ان انت محتاج تكلم حد، انت محتاجة تكلمي حد، تقولي له تعالى خد ابنك، مثلا كلم بابا، هاخد ابنك عشان عامل مشاكل كبيرة قوي، تفتح سبيكر، اوف. او العكس. العكس احسن. العكس احسن. انت بابا هيجي يكسرك شوية. انا مش فاهمة، حاسة انا حصل لي يعني ايرور شوية. دلوقتي عمر هيكلم باباكي او مامتك، يقول لا باباك ومامتك ايه؟ او صاحبتك، يعني انا ممكن بتكلم يعني جنرال، اقرب حد يعني يعرف يقول له كده، او اختك. بصي بقى سلمى بتعمل ايه، تعالي بقى خديها من البيت دلوقتي عشان في مشكلة كبيرة قوي حصلت، اوكي فهمت. ونشوف رد فعلهم ايه. مين؟ انت ممكن تكلمي محمد دياب. محمد دياب. ماشي، قولي له لو رد هيرد. كلميه بس يعني فشي. ينفع انزل دي؟ عادي عادي، بس خلوني اتقمص الشخصية. براحتك بقى. ده هينبهر. سبيكر ايوه بس هيرد يقول ايه يا مان؟ عادي عادي، في حاجة كذا كذا كذا. قولي له المنيوي معاك. الو، فين يا مان؟ ازيك يا محمد؟ انا سلمى. هو مش معاك. اهلا يا سلوم، عامل كويس؟ عامل ايه؟ بص بقى يا محمد، انا عايزه اقول لك على حاجه. بجد، تعالى خد عمر نزله من البيت. طيب ماشي، في حاجه ولا ايه؟ انا مش عايزه اتكلم معاه تاني ومش عايزه اقعد معاه تاني. طب انا جاي حالا. طيب مفيش حاجه. اوكي، شكرا، باي باي. لا 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 ايه ده كيوت قوي. ده هيجي على طول كيوت كده. لا قولي له بس. قولي له لا، إن قول له احنا انت بنهزر، بقى. قولي له إن احنا ده بنهزر. قفل هيكلم مراته دلوقتي. يا لهوي، ده احنا عملنا مشكلة كنت كده. المفروض تقولي له لا في قولي له الآخر. احنا بنهزر. مش عارفه هي أفكر. ناقصه أصلاً. مش هيقعد. هي مش ناقصه والله، حرام عليكي. يا- بيكلم مراته دلوقتي يقول لها الحقي البسي بقى نروح لهم البيت وقصه. انت المفروض كنت في الاخر تقول لي هي بتهزر معاك عشان احنا في برنامج بودكاست، فهي بتهزر معاك، فده كله هزار والله. بتتكلم بجد؟ والله معلش. هو يقول لك ارحمنا يا عم، احنا تعبانين. دواء يا مان. والله يا عم ما ينفع كده. انا اصلا لما لقيتك جنة على التليفون وانت بتحصل لك حاجه. بيقول لي يا عمر في حاجه. لا لا هو برنامج كان عايزنا نعمل كده، فبس انا ما قلتش والله اسوحك اكتر من كده يا صاحبي. يعني انت كمان سوحتني. استنى، اصل انا خليت المدام تنزل ما انا يا عارف لهوي، انا عارف. ده نفذ. طب كلمها، طيب كلمها وهكلمك على طول دلوقتي. طيب يلا. انا قلت لك انا عارف والله. يا لهوي كيوت قوي. هي اللي هتفيت مش انت. الزعل بسرعه، اه ان هو يعني بيزعل بسرعه. قموصة. ايه ده مفيش؟ مش كنت زعلت منك انت قبل كده. والله ده انا بعمل حاجات كتير زعل. لا، مش يعني دماغه كبيره. ايه ده حلو قوي، مم. نايس والله. الريت صح ولا غلط؟ صح. بس انا كنت متوقع واحد بالمناسبة، لا اما زيرو، هو مفيش زيرو مفيش زيرو. يعني واحده. ابيض. ابيض. مش الريت صح؟ اول مره سافرنا مع بعض كانت فين؟ هاني مون فين؟ في شرم الشيخ. ثانك يو. حلو. منيبي، ايه الصفات اللي ما كانتش باينة في سلمى واكتشفتها بعد الجواز؟ الامومه. ايه الصفة؟ لا الأمومة دي فظيعه. يعني؟ يعني الدكتور بتاعنا الحمد لله يعني بيديها ريتنج 10 من 10. بسم الله ما شاء الله. بالاهتمام، باد تايم، بيناموا في ميعادهم، ليهم روتين،
ما شاء ثابتين الله. عليه. كمان يعني انتوا بسم الله ما شاء الله جايبين توأم. الحمد لله. فانا لسه كنت اتكلم معاها قبل الحلقه، بقول لها اكيد شفتات يعني، اكيد دي بتسلموا بقى حقيقة. يعني، اكيد مجهود يعني. لا انا اول ما عرفت ان انا حامل بقيت بقرا كتير قوي على كل التفاصيل. يعني انا اصلا ما كنتش راضي خالص من الموضوع ده. لسه ستيل لغايه دلوقتي حاسه نفسي صغيره على المسؤوليه دي. بس فوانا حامل كنت بقرا كتير قوي قوي قوي. و... وستيل لغايه دلوقتي اي حاجه ببقى عايزه اعرفها بدخل على طول وسيرش عليها واشوف حلو الدنيا أوي. المفروض ايه. بلس اللي انت متابعه مع دكتور طبعا. الدكتور بتاعنا جميل. بس اوكي. ف يعني مثلا بقعد اشوف المفروض كل شهر اشوف تطور ايه في البيبي، المفروض استقبل منه ايه دلوقتي، فاهم كده بقى. فهمت. ياكل ايه، يشرب ايه، مش عارفه يغير كده كل التفاصيل بتاعت البيبيز كلها. حلو أوي. يعني اتعلمتها بسم الله ما شاء الله. كده يعني. وطبعا بسأل يعني، بس انا اختي برضو مخلفه قبليه، فهي برضو ايوه ادتني معلومات رهيبه يعني. بتشيروا بقى ثانك الاكسبيرينس يو دي. ايه يعني شو ده بتلاقي يا جماعه بجد شكرا. والله. لا دي يعني قالت لي كل حاجه from A to Z يعني. اوكي ما بس شاء الله. الامومه بس ولا حسيت في حاجات تانية اكتشفتها؟ حاجه واحده. ماشي، انا عشان دايما تبقى- هتعود على ليه منى. بخيل؟ لا مش بخيل، هو قال حاجه. ماشي بعد كده يا حسام قول له قول حاجات. ماشي. طب ايه اكتر عاده انت بتعمليها بتعصب عمر؟ اقولها. دلوقتي يقول بصي قول. الزن. زن زن. لا زن صعب. ازاي؟ يا بتليفون كتير قصدك ولا لا، بتقول لو لك هي حاجه عايزه كتير؟ حاجه، كلمه لا مش موجوده في القاموس أصلاً. اكني بتكلم لغه والله. انت زن بتقول زن ايه؟ زن زن بقى. اول لما اصحى واحنا بناكل واحنا مش عارف ايه، طول الوقت في تليفون، مش عارف ايه طول. عارف انت اللي هو الزن يكسب، هي الزن بيكسب. طب طب قول وده له ليه؟ بيجيب نتيجه؟ بيجيب نتيجه معاك؟ 100%. لا مش طول الاوقات. لا 100%. هقول لك ليه. عمر مش بيركز في الكلام، ماشي يعني. ممكن اقول لك دلوقتي المعلومه، كلمه حاضر اللي هيقولها دي انا عارفه ان هو بيريحني عشان اخد بعضي هو وامشي. اصلا مش سامع. هو ما يعرفش اصلا بتكلم على ايه. ماشي. اوكي. ولو جيت سالت تاني ايه بتقولي ايه، عمر قال لسه قايل لك وانت قايل لي اوكي يعني. كده بقى، فانا لازم ااكد على المعلومه لغايه لما يتعصب صوتي معايا. يعني هي بتاكد مش لا بتزن؟ لا بالظبط. مش الدرجه دي، لا. ميرسي يا حسام بجد هي ان بتطلب انت حاجات كتيره في اليوم، فانا ماشي ان شاء الله ربنا يسهل مش عارف ايه. ولا حاجه فيهم تتعمل. بس هي لما بتبقى عايزه حاجه بقى الموضوع بيبقى صعب جدا. عايزين ننزل نشتري للبيبيهات. ايه اخر حاجه زن فيها طب مثلا؟ جبتها في قد ايه؟ جبتها في قد ايه؟ قول له كده. ايه بالظبط؟ ايوه انا لسه كنت اسال، قرب بس المايك منك ماشي. شوية. لبس احنا الشتاء في مصر اخر داخل حاجه فجأة كده. هي قالت عليها من وجهه نظرك اللي هي زنت، وانت جبتها يعني عملتها في قد ايه على الزن ده؟ في حاجه عملتها مده طويله. يعني مثلا لو انت هتجيب اكزامبل لبس البيبيهات بتاع الشتاء. لا هو لا 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 لسه ثانية. في حاجه انت بتزن جابته عليها. جابه في لا 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 الصيف. لا 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 في حاجه انت بتزن عليها لسه ما جاتش. ايه السخان. اصلا السخان. انا السخان مش بتاع قلت لك مش كل 5 سنين تقولي لي اصلا؟ والله العظيم. بص بقى يعني احنا كان السخان شغال عادي طول الصيف اللي احنا ما بنستخدموش اصلا. ايوه اوكي. اول ما دخلنا الشتاء باظ واحنا لسه في الضمان. اه يا عمر روح، يا عمر غير، يا عمر مش عارف. والراجل عارفه يعني، هو اوريدي دافع فلوس. هو قال له أصل. تعالى هنبدل 3 شهور. خلاص داخلين على الصيف. احنا هنستنى الصيف الجاي، مش محتاجين سخان. تعالى معايا المشوار ده بجد. والله مشوار تقيل. لا صعب. ومايكرويف ما عنديش مايكرويف. ايوه هجيب حاضر. بجد اما بتسخن اكل الدايت في ايه؟ باكله ساقع. ايه تخيل الكسل ده؟ بجد. والله. لا انا ما بحبش الميكرويف اصلا. فجأة المايكرويف بيقول انا له اصلا ما عشتش بيقول لي خطر، بالميكرويف. بيقول لي خطر. والله مش أحلى فجأة حاجة. اللي هو احنا اصلا كنا عايشين عليه يعني. بجد والله دلوقتي بيقول لي خطر عشان عايز يروح يشتريه. لا عمر صعب جدا يعني. عشان كده بزن. مش اول ما أوكي. هقول الحاجه هيستقبلها مني اوكي حاضر وهنزل ما اعملها. اسمهاش زن والله، اسمها باكد. تأكيد يعني معلومة. باكد على المعلومه بعد اذنك. ويا ريت اعمل تتعمل كذا. في الاخر يعني. ما يعني اكيد بيعمل حبه منهم. طيب عشان ما هقول نظلموش. لك اكزامبل تاني يا حسام. ماشي. انا كنت جايبه لبس للبيبيز انا بنفسي اوكي، يعني من قبل ما اخلف لغايه وقت اللي هو الصيف ده. فدخلنا على الشتاء فجاه في مصر هنا. جه فجاه كده.
فعمر انا محتاجه اجيب لبس شتوي للبنات يعني يلا انا اللي هجيب. قلت له عمر يعني هو طبيعي ان انا اللي انزل واجيب اللبس يعني مش انت اللي ما هتقف تكبرش تنقي الموضوع. يعني مش طبيعي ان انت اللي هتنزل وتنقي يعني انا هنزل اجيب لهم لبس وانا عارفه طبعا عمر هيجيب لي ايه ماشي. والله العظيم يا حسام شهر عشان يروح ويجيب لي الحاجه. وبص جاب لي ايه بقى اقول جاب ايه؟ جاب لي حاجات ولاد والله العظيم انا بفتح يمكن كان نفسه هو كان نفسه الفكره ان الولد. هو تقريبا كسل يقول للراجل ان هو عنده بنت ولا ولد. لا لا لا، هو طب الراجل ممكن يوضح السيتويشن. هو واحد صاحبي عنده محل بيبيز، اوكي. بيفتح يعني كان لسه بيفتح في التجمع، فرحت له الساعة 5 الفجر. 5 الفجر. فالناس اللي بتعلق الحاجة كانتش أصلا يعني كانت تعبانة جدا. فقلت له أنا عندي بنتين فعايز بتاع، بس عايز كتير مش عايز زن تاني. فكنت باخد مثلا بتاع اللي هي بتلبس هنا دي اسمها ايه؟ البافيتا. البافيتات دي. قلت له عايز منها مثلا 20. قال لي هناك ايه؟ رحت واخد ال 20 على طول وحطيتهم في البتاع. جايب لي بقى عليهم ايه بقى ليتل جنتلمان برنس والله العظيم. فلو انا بلبسها للبيبيات هم يعني صعبين عليا بس لا شكلها حلو. بس يعني بستخدمهم طبعا هتعملي يعني إيه؟ بس يعني وجبت لها كان عمر جيب لي من سايز من 6 ل9 جايب لي من 3 ل6 كل اللبس. هو الراجل قال لي اللي عليها 6 دي يعني من 6 ل9. كان بيكذب او كانش فاهم. او كانش فاهم. من 3 ل6 كله صغير. بس لسه ما رجعتوش. اصلا كرتونه جنب الباب عادي. لسه. طب ايه اكتر موقف محرج حصل لكم وانتوا سوا يعني؟ موقف محرج اتحطيتوا في موقف احرج قعدتوا تضحكوا عليه يعني؟ مش فاكره يعني مفيش حاجه في دماغي دلوقتي. ممكن نسكيب ولو افتكرتوا ماشي. نرجع ممكن. يعني للسؤال ده. طب الكواليتي تايم بالنسبة لك يا سلمى، يعني ايه الكواليتي تايم بالنسبة لك واللاف لانجوج بتاعتك؟ بص انا شخص رومانسي جدا اوكي. جدا. ده شخص عملي جدا. عمر مش رومانسي خالص. لا بس عمر زي ما قلت لك في الاول هو مش بيعبر كلام يعني يعبرها افعال يجيب لي حاجه يعمل لي فاهم يقف جنبي في حاجه كده يعني دي طريقته. لكن مش يجي مثلا حبيبتي ومش عارفه ايه وبتاع مش كده قوي يعني. بس فانا اللوف لانجوج بتاعتي لا انا ممكن يعني بعبر عادي مش كتومه يعني. والكواليتي تايم دلوقتي مع البيبيز لما تبقوا مع البيبيز انتوا الاتنين يعني دلوقتي ده احلى كواليتي تايم يعني. طبعا. بس بالنسبة لك انت هو ايه ده. واللاف لانجوج؟ هو ده برضو. هو ده. انا جاي اقول والله هو يا ده. حسام بيقعد يقول للبيبيز كلام حلو جدا عمره ما قاله لي مثلا. بقى ما هم حته منك فاكني بقولها لك. بيوصلك بطريقة غير أيوة. مباشرة. اوكي. ممكن. طب ايه اتفه خناقة اتخانقتوها؟ اتفه خناقة. كتير. مثلا ادفع خناقه لما هي مثلا تبقى نايمه وانا بروح داخل وافتح كيس الشيبسي. هي دلوقتي تصحى مفيش حد في حد قاعد نايم جنبك. بتتخانقي؟ هي يا ريته بيبقى كيس الشيبسي بس ما تكمل بيت يعني السينما. تفتح بجيب كرتونة؟ العشاء يعني. نور ورزع باب وهو كأني مفيش حد هو مش حاسس ان الاصوات عاليه يعني مفيش اول ده ما بس بيدخل دي مش تافهة، دي مزعجة. لا عادي يعني هي اصلا نومها خفيف جدا. احلى حاجه في سلمى بالنسبه لي في نومي الحته خفيف. نومها يعني هي ممكن مثلا تنام 10 دقايق وتصحى تعمل اي حاجه وتنام يعني فاهم مش اللي هو ديب سليب خالص. لا خالص ما بتخشش خالص. طب انتي ايه اكتر حاجة تافهة واتخانق عليها؟ هو اتخانق عليه ولا انا بتخانق عليه؟ هو اتخانق عليها. لا عمر عنده كل حاجه عادي ايه مشكله؟ الخناقات بتقولي جاية من عندك انتي؟ هو اللي بيقول عليا هو بيطلع عليا اشاعه. يعني الخناقات بتبدأ منين؟ من عندي. من عندك معترفة؟ طول الوقت فاكره ساعات بتصحى من النوم بتبقى اوت اوف مود. لا بس عادي يعني مش بعمل حاجه يعني. انا بتضايق. لا يعني مثلا عمري ما اتخانق مثلا لو في صوت لو حد صحاني لو لا عادي. كول. لا هو ما بيحسش ان هو في صوت. انت بتنام؟ انا بقى عكسها يعني. هي
تصحى كده وتنام كده. انا لا، انا الديب من اول ثانيه ديب، ولو صحيت بتأزم. ما بتنامش على طول بقى؟ اوكي. نومي تقيل. طب ايه الحاجة اللي انت لو سلمى بطلت تعملها انت هتتضايق منها ومش هتبقى معاها بقى خلاص؟ لا مفيش حاجه. مش حاجة بجد؟ لا والله مفيش حاجه. اللي انا مبقاش معاها دي مفيش حاجه يعني. بس لا هتتضايق طيب؟ هتضايق لو بطلت تعملها. مم، وانتي بتعملي ايه؟ لا ما بعملش حاجه، قاعده ضيفه معاك. لا دلوقتي اهتمام بالبيبيز. هتتخانق معاها لو بطلت تعمل كده؟ طبعا. ده احلى، اهم حاجه، اهم حاجه في الدنيا. امم. فدي هتبقى مشكله كبيره يعني. طب وانت ايه الحاجة اللي لو منى يبطل يعملها هتتخانقي معاه؟ لو بطل يعملها هتخانق معاه. بعيدا عن البيبيز عشان هي هتقول بنفس الحاجه. لا لا، لو بطل يعملها هتخانق معاه ان هو يبعد، يعني ما نبقاش في البرايورتيز بتاعته يعني. اه فاهم. فاهم قصدي؟ امم. يعني انت بيش اول حاجة هو مش انا، بيبقى يعني انا مهتم. والبيت والبيبيز وكده يعني. امم. لو انت ما حطيتناش في حساباتنا، لا ساعتها ممكن تخانق معايا يعني. اوكي. طب ممكن تقلدي منى وهو بيتخانق او هو متعصب؟ آه، لا عمر، بص عمر لما هو الشخص هادي 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 هادي، بس وانس ما هيتعصب هيتعصب، عارف الشخصيات دي اه بينفجر جدا ايفنت اوت بقى. كده، وبعدين هيهدى تاني. اوكي ازاي بقى؟ عايزك تقلدي منى. لا مش عارفه اقلده طبعا، مش عارفه اقلده. حتى في اسلوبه مش لازم يعني بطريقة لا كده. هو او عنده لازمة بيعملها وهو بيتخانق مثلا او بيفضل بيتعصب؟ رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يفضل ماشي. يعني بيتكلم ورايح جاي رايح جاي رايح، مستحيل يقعد كده وكأننا اوكي. بنتكلم، اتحرك امم. بس. يعني انت مش عارفة تقلديه؟ ده مش عارفه اقلده. قلدها بقى وهي بتتخانق. انت بتعملي ايه؟ هي مشكلتها اللي هي عندها طرق كتيره قوي للخناق. بس هي سلمى مش من النوع اللي هي صوتها ما تعرفش يعني صوتها مش عالي. يعني لما بتيجي تزعق صوتها واطي اه بالنسبه لي. اوكي. يعني عمر ما صوتك، يعني هي بتبقى بس اوكي اوكي اوكي. والله العظيم. كده والله. متخيل. اوكي اوكي. وتقعد تتكلم 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 في الاخر اوكي اوكي. بتقول كده حاجة وبتأكد عليك. بعد كده تبص كده يعني هي واروح معيطه مم. بتعيط وهي على بتتخانق طول، بتعيط؟ ده على بيظهر طول. ضعفك. مش ضعف على قد بحس هو بيظهر ما ضعف البني ادم لو انا بتخانق وما واحد عيط. غصب عني انا على ساعات فكره. بعمل كده. ايوه انا غصب عني انا ساعات جدا، بعمل كده. وساعات مش تصعب عليا نفسي. ايوه صح. جدا، فغصب عني بروح معيطه في الاخر انت بقى بتحتوي الموضوع ولا؟ لا طبعا بحتويه. جدا. انا لما هي بتعيط خلاص كده الموضوع خلص. الخناقه هي خلصت؟ عارفه. انت اللي بتتاسف. انا بلم الموضوع. هي عارفه نقطه ضعفي. بس مش بعملها قصد يعني، بجد انا ايوه ايوه فعلا. مفيش حد بيعرف يعيط قصد. انا عايز اعرف فيدباك عن اول. انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ سنه؟ لا سنتين؟ انتوا عايزه 2024. ارد. عمر بقالكوا قد ايه متجوزين يا عمر؟ الراجل بيسالك عادي. لا هو لا بيسألنا. بيسألك. بسألكوا. بس هي عايزة عمر يرد. انا هي عارفه. عارفة. قرب المايك بس منك. قرب المايك قرب. اوكي. قد ايه؟ بص بقى، بقالكوا قد ايه متجوزين يا بفكر عمر؟ والله ثانيه واحده. هي يا كذا يا كذا فمش عايز اغلط. ماشي. ده اي كلام. بيفكر. شهر 2. هو ما قالكش شهر ايه، هو قال بقالنا كام سنه متجوزين. ايوه. هو قال لي كام سنه متجوزين. انا عايز اجيب الاكزاكت ديت قد ايه بقى؟ عشان ابهرك. طب يلا ابهر. ابهرني. ابهرنا. يوم 18 غلط. كان اول يوم. انا ما قلتش يوم 13 هتجوزنا.
انا بقول يوم 18 ده حاجه تانية. مش قلت لك عمر he's very smart. يوم 18 كنت تعبان. كنت محضر للفرح. لا يوم 18 واحد قبل الفرح في شهر 2 كان الوقت بقى اللي انا كنت مسحول فيه بجيب البدله وبتاع. عمر جايب البدله قبل الفرح ب3 ايام. احب اقول لكم يعني. كان الفرح كان يوم 6/2. غلط لا طبعا. لا بجد. بجد ايوه 6/2 ايوه. غلط طبعا. طب فكر تاني، انا زعلان والله. استنى اقول لك كان امتى. طب مش لازم الديت اكزاكت. لا اكزاكت ديت. لا هو مالش. انت اللي قلت اصلا عايزه لا معلش بقى، انا عايزه اعرف اليوم بالظبط. طب يا ابني. انا عايزه اعرف اليوم بالظبط. 2021. غلط، كل حاجه غلط. انا عايز اقول لك ال4 سنين اللي فاتوا دول عدوا بسرعه جدا. دي ففي حاجه سنين حلوه يعني دخلت عشان جوه. الوقت الحلو بيعدي. 2022. شهر 2 يوم كام؟ 2022 في شهر 2 يوم كام بقول؟ 18. غلط. اكيد يوم مميز، يبقى 22 مثلا. ما انتوا كانش بتحبوا الارقام ما المميزه كانش والحاجات دي؟ فاضي. لا ما كانش فاضي. اوكي. طب ما تقول ابهرني كلنا. كان يوم 25/2. 25/2 يعني بقى لكم قد ايه كده؟ 22 23 24 داخلها 3 3 سنين. سنين شهر 2 اللي جاي. اوكي. طب اديني فيدباك. على ايه يا صاحبي؟ انت بتزنقني ليه طيب؟ لا والله اصل هسألها نفس السؤال ايه فيدباك عن ايه؟ عن الجواز بقى يعني. لا تحفه. السنة يعني انت ايه الحاجات دي؟ كان جوسي. كان جوسي. لا والله الجواز نعمة من عند ربنا، بالذات لو ربنا كرمك بحد زي سلمى. وقفت معايا كتير في حاجات كتير جدا، بالذات في الاول الدنيا كانت كل واحد كان انت لسه. قلت اصلا انت هتحكي في اول فيز في الجواز حصل دروب. انت اللي لسه قايل. مش دروب. بص هو اللي ايه، كان نفسيتي مش احسن حاجة من حتة ان انا كنت سبت شغلي ومتجه بقى الكارير جديد. اوكي. فالموضوع كان عارف انت، كانت سلمى تصحى مثلا الساعة 4 الفجر تلاقيني قاعد بره في الصالة قاعد اعمل كده بفكر. كنتش بنام كويس، فكانت فترة صعبة نفسيا جدا يعني. دي الفترة انت تخنت فيها صح؟ لا دي كنت ظابط برضه. بس دي كانت المسؤولية بقى. اللي هي اللي واحد داخل بين يعني اول خطوة. يعني انا سبت شغلي قبل ما اتجوز فعادي. ما حسيتش حسيت بيه بقى الافكت بقى ظهر. ايفكت بقى ظهر كده بقى، انت فاهم يعني. بس فلا دي كانت فترة صعبة جدا يعني نفسيا، وسلمى وقفت معايا فيها جدا جدا. وانت بقى انت عارف انت لسه انت في حاجة جديدة. كان بقالي ساعتها 2 سوشيال ميديا تقريبا 1.5 سنة. انا ابتديت سنة سوشيال ميديا ونص. شهر 8 2020 وجوزنا يوم 25/2/22. شاطر حبيبي. فكان بقالي 1.5 سنة. فانت بقى فاهم في الاول خالص الشغل هنا بيبقى عامل ازاي، وانستيبل وفيوهات والريتش حلوه. لا كان ضغط نفسي كان قوي ضغط يعني. نفسي جدا. عايز اوصل لايه والفيديو جايب ولا ما جابش؟ ايه ده الفيديو ما جابش، انا راحت عليا من فيديو. فاهم؟ طب انت يعني حسيت البيك بتاعك كان امتى؟ البيك بتاعي في السوشيال ميديا يعني. في السوشيال ميديا ارقامك بقى. انا في السوشيال ميديا كل ما بدي كل ما بفضل في البيك. يعني انا مش من حتة ان هو بتوصل لبيك والبيك ده بينزل. انت على حسب، انا عشان كونتنت كريتور بصنع محتوى، فعلى حسب المحتوى. لو المحتوى حلو او المواضيع حلوة بتعليني جدا. انا مش مثلا يعني ما بطلعش ترند او حاجة في مثلا موقف حصل لي يعني مثلا لا قدر الله طلاق فطلعت مش عارف ايه. لا انا محتوى، فممكن فيديو يجيب 30 مليون وممكن فيديو يجيب 1,000,000. فهل البيك بتاعي كان ساعة 30 مليون؟ لا، عشان في ممكن فيديو بعديه يجيب. فهي بتبقى كده، فاهم؟ مفيش حاجة. طب انت امتى فهمت ده؟ لان في ناس دايما تبقى خايفة اول ما فيديو ما يجيبش. ايه ده انا راحت عليا، ايه ده انا مش عارف ايه. انا اعرف ناس كتير قوي
جامدين اصلا على السوشيال ميديا، بس دايما اول ما فيديو عندهم ما يجيبش، ايه ده انا دمي بقى تقيل، ايه ده الناس لو شافوا مثلا كومنتات سلبية كتير مم. فبيتضايقوا كده. فانت امتى فهمت بقى الجيم دي؟ لما وقعت كتير، فيديو ما يجيبش، فيديو يجيب، فيديو يعني. بس انا ايه، انا من نوع الناس انت عارف اللي انا بحب اصور كل يوم، امم فاهم؟ فبحاول اغير، بحاول كل يوم اغير، اتكلم في مواضيع اكتر، اتكلم في اللي انا احسه، حاجه انا حاسسها، حاجه انا شايفها، فاهم؟ امم وسلمى نفس الحاجه يعني. سلمى ما تيجي نعمل فيديو ده، ما تيجي مش عارف ايه، ما تيجي، فاهم؟ فبنكمل بعض يعني في الحته دي. حلو قوي. طب انت اكسبيرينس بتاعتك وفيدباك بتاعك؟ الجواز، لا الجواز صراحة حلو قوي. خلاص بقى بتنقل حياتك ستيج تانية بقى، يعني خلاص الدلع اللي كنا فيه في البيت ومع اهالينا وكده. لا يعني انا اول ما اتجوزت عمر اللي هو ايه ده، هو انا لازم اعمل اكل، ايه ده هو انا لازم مش عارفة ايه، في حد يعني مسؤول مني في حاجات معينة في اه البيت. يعني لو هو شايل مسؤولية البيت financially فانا شايلاه في حتة تانية يعني. hospitality بقى كلها. بقى كل حاجة بقى، ايه ده في غسيل، ايه ده في مش عارفة ايه الكلام ده، وانا انت شخص بتعملي ايه اكل اصلا؟ هل تطبخ حلو عمر؟ ايه ده؟ قول الصراحة. الصراحه يعني صراحه المفروض اخاف دي يعني. الصراحة قاتلة. ما بنقولش كده يا عمر. بص هو بجد على طول بيطلع عليا اشاعات. اشاعات دي مش اشاعات دي بس انت لما كلمتني قلت لي عازمك، هي بتعمل بشاميل جامد قوي. لا انا عمري ما عملت بشاميل اصلا. انا بحاول اعمل. لا انا لسه ما جربتش اعمل بشاميل. لا انا لما كنت عازمك انت ويارا كانت هي هتجيب اكل من بره. اصلا انت ما كنا نطلع ناكل بره. لا هنتعب بص الدليفري. بص يا حسام هقول لك على حاجه، انا مش بعترف ان انا طبيخه يعني. بس في حاجات يعني انا لسه بتعلم على فكره، ولسه يعني في حاجات بعملها لاول مره، بس في حاجات بعملها حلوه. مش بعمل ستيك حلو. اي حد ممكن يعمل ستيك حلو. لا مش اي حد بيعمل ستيك حلو. لا اي حد بيعمل ستيك حلو. ما اعرفش والله. مش عارف اقول ايه. اي حد جوه بيعمل ستيك لا حلو. طبعا لا. لا الستيك ده عايزه ميديوم ولا ويل دان ولا طب انت تعرفي تعملي medium well؟ ستيك ميديوم ويل دون زي ما هو بيقولوا، اه ميديوم رير بعرف. ورير؟ اه هعرف. هتعرفي دي في يوتيوب فيديو تيك توك هيحل المشكله. بالظبط. ماشي يا عمر. بس انت الاكل بيبقى اكلها مسكر عشان جاي من ايديها السكر، ماشي. فطعمه هاي كالوريز يعني. اه. انا بدخل من كده. بعمل برزنتيشن حلو قوي للاكل. لا يعني والله لسه يعني بحاول اتعلم. طب انت بحكم ان انت بتعمل دايت وكده يعني طول حياتك اكيد هو بتعمل اصلا اكل عمر ملهوش طعم خالص، اكل دايت يعني طول الوقت. بس في ناس بتعمل اكل دايت طعمها حلو عمر بيعمل ستيك حلو على فكره. بجد. عمل لي ستيك قبل كده حلو قوي. دايت طبعا. لا انا كنت عشان كنت عايش لوحدي فتره فبعرف اطبخ، بس ما اعرفش اطبخ قوي يعني. طب ايه؟ انا لسه جايلك بقى في الكلام. بس بالنسبه لسلمى انا طبيخ جدا اوه والله بس بيطلع عليا سمعه. عادي يعني. هي بتعمل اهم حاجه اللي هي بتحاول، فالمحاوله صح. بالنسبه لي مش فارقه يعني. طب اول بكره هعمل لك مكرونه بشاميل. ما بحبهاش صح ما بحبش المكرونات اصلا. حاجه صعبه. اعملي مثلا محشي. فشل مني فشل ذريع. بجد. لا بجد فشل مني فشل لا ذريع. هي سلمى ممكن تعمل حاجات يعني. سلمى بس ما شاء الله ما شاء الله بتعمل رز بسم الله ما شاء الله. مسلوق، وبتعمل بجميع انواعه، ابيض وبسمتي، مكسرات. وبتحط مكسرات ساعات، وساعات بسمتي. ويوم بقى لما بتبقى مامتها مع التليفون ممكن تعمل رز بالشعريه، بس طبعا الشعريه بتبقى اكتر من الرز. لا اي اليوم في يوم وقعت مني كتير. نخش بقى في الخضار. طبعا مفيش خضار يعني، الخضار ده مش موجود. لا عملت بامية، لوبيا، ملوخية. فاصوليا. لا ثانية واحدة عملت ملوخية وعملت سبانخ وعملت بسلة بالجزر. بس اللي بالجزر تحسها يعني بس بقى هو بتجيبها مجهزه ما بتعملش حاجه يعني، بس هي كفايه الافرت يعني. والملوخيه انت على فكرة قلت لي الملوخية بتاعتك حلوة. يعني والبروتين بقى اوف. بروتين ايه فراخ. فراخ. هو ما بياكلش غير فراخ مشوية. عمر بيعشق الفراخ مشوية. انا يا ابني والله كده. تعمل فراخ انا باكل حلوة. فراخ مشوية طول حياتي. طب التتبيلة بتاعت الفراخ يا عمر؟ هي سلمى جربت فيا
10 مرات فراخ نية على 3 مرات لحمة محروقة. دافع عن نفسك بعد اذنك. لا اصل هو انت برضه بتأفور. طب اقول لك على حاجة وهي تشوف بقى، قولي صح ولا غلط. اول شهر من جوازنا كنت بفطر وبتغدى وبتعشى بيت. بيض، صح ولا لا؟ بجميع انواع بقى، صبح مسلوق. اومليت ومسلوق. طب بالسبانخ بالمشروم. والله اول شهر ده كان صعب. لا لا كنت بجد ما اعرفش اعمل رز حتى طب بجد. ما هي بتتطور ما شاء الله. سنتين اهو. سنتين جينا من البيض للرز. ان شاء الله 10 سنين الجايه تعمل تخش لك بقى مكرونه بشاميل. اوكي. بحاول والله يا حسام، بس هعزمك انت ويارا. ليه بقى نطلع ناكل بص بقى مخلي الناس خايفه انا من رايي تيجي. كده برضه. بص مخليهم يخافوا يجوا. لا هي بتحاول. يعني عزومه رمضان اللي فاتت حاولت جدا، في اللي هي طلبنا اكل من بره وحطيته في الاطباق على اساس ان هي اللي عاملاه. عيب بقى. عيب عشان الضيوف اللي جت. بقول لك انا في البرزنتيشن. اوكي بصوا، طيب احنا كده وصلنا لاخر فقرة في البرنامج، وصلنا لاخر فقرة في البودكاست. الفقرة دي بقى هسأل كل واحد لوحده اسئلة سولو. انت مثلا انا هسألك، سلمى هتستناك بره وهتعرف الاجابات لما الحلقة تنزل والعكس. ايه ده عندي فضول قوي. وانت كمان هسألك وهو مش هيبقى موجود وهيشوف الرد واذا بتاعك. كان اجاباتنا كومن ولا لا لا؟ مش كومن حاجات دي. في اسئله كومن وفي اسئله مش كومن. اوكي. منيفي، ايوه. قلبك ولا عقلك هو اللي اختار سلمى؟ قلبي. هي لما تيجي تتعرف عليها او السيركل اللي حواليها، هي طيبه جدا وتحب الناس جدا، ملهاش في اي حاجه خالص، يعني سالكه قوي، ما بتبصش لحد، يعني فاهم. مم. عارف التريتس دي. عمري مثلا ما لقيتها بتتكلم عن حد وحش، عمري مثلا ما لقيتها جايه على حد حد كلمها مثلا ما تردش، لا مش عايزه، مش عارف ايه. كلام البنات ده ما بتتكلمش، فاهم. سالكه قوي. فدي حاجه يعني من الحاجات النادره قوي في البني ادم. البني ادم ده بيبقى حلو قوي من جوه، فاهم. ما شاء الله. انا مش عايز حاجه غير ابقى مبسوطه، ابقى كويسه، ربنا يديني عيال بصحه كويسه، بيت كويس، فاهم. مش بقى بتاعت حوارات بقى ومش مفيش كلام ده. لو في بنت فكرت تفلرت عليك قدام سلمى، تفتكر سلمى يبقى رد فعلها ايه؟ لا رد فعلها والانجر وكل حاجه هتبقى عليا انا. يعني أوكي. سلمى مش هتحط نفسها بس في موقف. هتأكت على طول. بس معايا انا. هتروح اول حاجه بص عليا، وعشان يعني ممكن تكون حصلت كذا مره يعني. اوكي طب احكي موقف، يعني اشرح كده. يعني هي مش فليرت، هي مثلا بيبقى بصات بضحكه. فليرتنج يعني بس مش ما فليرتنج. بتقولش. فهي بتروح بصه، بعد كده تروح بصالي، تشوف تشوف انت الرياكشن الرياكشن بتاعك ايه. فلا بيبقى ايه، بتبص على ايه. انا طبعا ما ببصش، انا ما باخدش واخد بالي، ولو واخد بالي بعمل مش من هنا خالص. فبتقعد بقى تتخانق معايا وانت مش عارف ايه، طب انا مش معاك وانا مش عارف ايه. تقعد تتخيل بقى السيناريوهات تانية كتير. بس لا بس يعني من ناحيتها انا هي ضمناني 100%. بس ايه، هي ما بتحبش تروح تتكلم مع الشخص فبتطلعه عليا. اوكي ماشي. طب سلمى غيرت فيك ايه بصراحة يعني؟ سلمى غيرت فيا حاجات كتير قوي، منها الزعل. يعني انا كنت مثلا، وانت اكيد مريت بحاجه زي كده، ممكن مثلا صاحب ما يبقاش سالك ليك، فيعمل معاك تصرف يضايقك جدا، فتاخدها على صدرك قوي، اللي هو ليه يعمل معايا كده، وتتضايق وتقعد متضايق. فاللي بعديه يعمل معاك موقف زي ده برضو واحد تاني فتتضايق. فكل ما بتخسر حد كل ما بتتضايق، فاهم. فبتبتدي تشك في نفسك. فهي غيرت فيا حته اللي انا لا، انت ما تاخدش الموضوع على صدرك عادي. الناس بتتغير والناس بتتشغل، والناس ممكن تكون بتحبك في فتره وفتره لا. فمش صح. لازم كل حاجه تاخدها على صدرك عادي. اللي يخسرك خسره من غير ما تزعل عادي. هو اللي اختار يخسرك.
ففي الاول كنت بزعل، بس زي ما بقول لك اللي هي وهي معايا الفتره اللي هي بالذات بعد الجواز خلاص ابتديت بقى خلاص، مع ان عيد ميلادي كان امبارح. كل سنه وانا طيب. كل سنه وانت طيب يا محدش قال لي منيبي. كده هنا. يا جماعه ممكن تقولوا كل سنه وانت طيب لمنيبي؟ فين الهديه؟ انا مم. ماشي. بعديها ده اعملها لك مفاجاه بقى ماشي. بالمناسبه يعني. في ناس كتيره من الناس اللي كانت قريبه ليا ما قالتليش كل سنه وانت طيب، بس ما اتضايقتش زي زمان يعني. عادي. الاول كنت بتتضايق. جدا يو. انا كنت هاجي على فكره يوم العيد ميلاد ده، يوم الماتش، مم. بس كنت بظبط حاجات هنا عشان تيجي النهارده، مم. بس عادي تتعود. تتعود يعني. الهديه بتاعتك كفايه. انت جبت لي ايه؟ البدل التلات الجاي هوريك. ما تجيش، جايب لك ملهاش مضرب لازمه، بدل جديد. ملهاش لازمه تيجي. صح. انا بحب القعده معاكم. لو لا قدر الله ما بقيتوش مع بعض انت وسلمى، وهتشوفها مع واحده بس، هتقول لها ايه؟ بعديها ولا قبليها؟ انت خلاص دي اخر مره هتشوفها فيها. صعب قوي السؤال ده قوي. أه سلام. مش هقدر. الموضوع صعب، بس في كلام كتير قوي هيتقال وحش. يعني الموضوع كبير وفي عيال وفي قصة، فاهم؟ مم. فهتقول ايه ولا ايه؟ خدي بالك من نفسك ولا خدي بالك من العيال ولا لا صعب. انت بتفضل ان انت تسكت يعني؟ مم. مش ان شاء الله مش هيحصل يعني. ان شاء الله ان شاء الله، ما طبعا. بقول لك لا قدر الله يعني ما يحصلش. طيب. اخر سؤال. ان شاء الله بعد عمر طويل يعني ربنا يديكوا الصحه ويديكوا طولة العمر، ان شاء الله. كمان 20 سنه عيالك بنات الحلوين دول بسم الله ما شاء الله هيتفرجوا على الحلقه دي، فعايزك تقول لهم حاجه. هو احب اقول لهم بتحبوا مين اكتر؟ ايه رايكم في ال 20 سنه اللي فاتوا؟ تعبت لكم والله. ادوني بيت. تعبت لكم. لا يعني ان شاء الله يبقوا بصحه وسلامه، ودول اهم حاجه بقى في الدنيا كلها بالنسبه لي يعني. طب لو هم اتفرجوا على الحلقه عايز تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ربنا يكرمكم، وان شاء الله يعني تبقوا عشتوا حياه 20 سنه سعيده، وربنا يديلكم طول العمر وابقى لسه معاكم ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انت هيبقى عندك كام سنه؟ 50؟ 52 ولا 51؟ 52. 52. ابقى لسه شاب يعني. روش برضه. نلعب بادل مع بعض. النجاح اللي انتوا وصلتوا له في التنس ده عشان عايز العبه التنس. بجد انا اللي واخده من زمان. ها انا عايزك توصفي علاقتك كلها مع منيبة بجملة واحدة. جملة ولا كلمة؟ كلمة، جملة، اللي يريحك. bond, understanding, اوكي. love, family. كل الحاجات دي كلها انجلش ما شاء الله. ما يعني اوكي. سند، متفهم، ويعني عيلة وظهر وحب انت قلت مم. متفهم. وفي بوند ما بيننا قوي. مم. اكتر موقف منيبة عمله حسسك فيها ان هو بيخاف عليكي فعلا؟ كتير بجد. مفيش بص يا موقف عمر، مش موقف بعينه، بس يعني او اكتر هو فيه، بس مش هينفع اقوله قوي. اوكي. عمر حقاني قوي، شخص حقاني بجد. يعني لو انا غلطانه هيقول لي انت غلطانه مع حد، لو انا مش غلطانه هو هيبقى واقف معايا all the way. ف ده عمر معايا في المواقف يعني. فهو وبحترم فيه ان هو حقاني قوي، فببقى عارفه ان هو مش جاي عليا يعني. ما تخافيش على حقك معاه. لا خالص، وبيجيب لي حقي كويس قوي يعني. بالعكس انا بحب هو اللي ياخد الليد في الموضوع ده. تسيطر انت بقى وكمل انت هات لي حق. وبيجيب لي حقي فعلا. اوكي. طب لو عمر لا قدر الله يعني فقد الذاكرة وجالك وانتي عايزة تقولي له حاجة تفكريه
بعلاقتكم ميلا وميا. كده. بناتي على طول. ميلا يا وميا. ابني انت فوق. نسيتها ازاي؟ دي في واحده شبه نسخه بجد بسم الله ما وواحده شاء الله. شبه نسخه، يعني ميلا وميا طبعا، يعني اول حاجه طبعا. لو لا قدر الله ما بقيتوش مع بعض وانت مش بحب السؤال هتقابلي ده يا حسام. لو قدر الله والله ماشي. تخيلي مش وانتم ما بقيتوش مع بعض وهتقابلي عمر مرة واحدة، هتقولي له ايه اخر مرة هتقابليه فيها؟ لا I can't. لا فكري قلت لك فكري وخدي وقتك اقول له حاجه واحده قبل ما كده. رسالة حاجة، يعني عايز تشرحي له حاجة، تقولي له خلي بالك. هقول له ان انا بحبك جدا وانت اكتر حد في حياتي كلها بحبه، وما اقدرش اعيش من غيره. اوكي اخر سؤال. اوكي الاسئلة كلها والله بسيطة. ماشي. ان شاء الله رب العالمين بعد عمر طويل ان شاء الله. ولادك هيفتحوا اليوتيوب يتفرجوا على المتزوجون مم. وهيتفرجوا على الحلقة بتاعتكم، مم. فانت وصلي لهم رسالة ان شاء الله يشوفوها بعد عمر طويل، عايزة تقولي لهم ايه؟ انا بصي بقيت كمان كده. ايموشنال قوي دلوقتي. مش عارفه، خلتني ايموشنال. هي حاجة ايموشنال وحلوة، يعني قولي لهم حاجة، قولي لهم اشرحي اللي في قلبك يعني اليوم بعد 20 سنة. هو ان شاء الله يا رب يوصلوا 20 سنه ان شاء الله ربنا يديهم الصحة. وعايزاهم يبقوا very proud من باباهم ومامتهم، ويعرفوا ان باباهم بيعمل مستحيل عشانهم وعشان الفيوتشر بتاعهم. ان شاء الله يا رب توصلوا ل20 سنة واكتر كمان، واني انا وعمر بنعمل المستحيل، وسبشلي عمر كمان، يعني انا من حتة وعمر من حتة، ان انتوا تكبروا تبقوا احسن بنات، ويبقى متوفر لهم كل حاجة، ويعيشوا عيشة احلى كمان من اللي احنا عايشينها ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله رب العالمين. هي عملت لك ايه في عيد ميلادك؟ لا يا حسام. ليه؟ لا يا حسام، انا عارف انت داخل في اي طريق. لا بجد اديتك كام يا حسام؟ والله لا. والله اصلا انت خلاص عيد ميلادك يعني امبارح صح؟ كل سنه وانت طيب يا منير، وانت احنا طيب قلنا يا له حبيبي. كلنا كل سنه وانت طيب. فهي عملت لك ايه في عيد ميلادك؟ جابت لي هديه واكلتني بره انا عايز اعرف ايه الهديه. جابت لي 3 بناطيل منين قول منين. لا ما مش فاكر. يا سلام. ايه ده؟ يا حسام انت ده بتسوحني. عدم اهتمام كده. لا والله مش عدم اهتمام، انا غصب عني، انا مش عارف. جبت لي 3 بناطيل حلوين جدا و3 تيشيرتات احلى من بعض 3 اوتفيتس يعني. لا وهوديز وجاكيتس ده غير اصلا كاسيتي اديتيله جبت الشتا له كله. كتير قوي. لا ده ما شاء غير الله. اصلا الاهم من كده وكده هي الهديه اصلا. ميرسي يا اه عمر، شكرا يا طبعا. حبيبي. اوكي طب انت بقى عملت ايه في عيد ميلادها؟ اللي يعني اقول لك لسه ما خلصناش حته عيد ميلادي دي. ماشي قول كم. يعني عيد ميلادي معاها غير اي عيد ميلاد. يعني انا انت مش فاهم يا حسام، انت مش فاهم هو بيعمل ايه. الحته التانية مش عايز ده اتكلم انترو عشان ما نقولش انا هو عمل همنتج، ايه. انا هقعد امنتج وهجيب الحتتين هو دول عمل ايه لوحدهم. في عيد ميلادي. طب ممكن تقول بجد عملت ايه في عيد ميلادها؟ عملت كل حاجه ممكن تعمل. ايه مثلا؟ لا كان يوم غالي جدا عليا اصلا اليوم ده. حلو. عمر غالي حبيبي ايه؟ رد على السؤال دايركت. مش لازم ارد انا لازم، يعني انا بقول اللي انا حاسه. اوكي. يوم بالنسبه لي مهم جدا، يوم بستناه من السنه للسنه. حلو انا مش بسألك انت احساسك كان ايه. انا بسألك انت عملت لها، هي جابت لك هوديز وتيشيرتس وعزمته في حته بره على وبنطلونات. فانسي دينر، وعملت له أوكي. كيك حلو قوي، وعزمت صحابنا ده انت كنت مصغر الموضوع قوي. ايوه. اوكي انت بقى عملت ايه؟ انا اديتها جبت لها السكر. لا انا اديتها اوبشن. اوكي قلت لها انا هديكي فلوس وتنزلي تشتري اللي انت عايزاه، عشان انا ساعات ممكن اجيب حاجه مثلا ما تعجبهاش. ماشي. فقلت لها خدي اكس واعملي بيه اللي انت عايزاه. وجبت لها ورد
وكان في شوكولاته كده فيريرو روشيه. قاعده كلها. مش مشكله عادي يعني، هي شوكولاته بالزينه هي. جبت لها ورد. لا بس يعني هي انا المفروض هي لسه اللي تاكلها. يعني هو المفروض اولا ان هي ليا. يعني لو تاني حاجه أنا عارف قلت إن هي مش زينة. هصورها يعني. جيت اصورها لقيت نصها اصلا كان معايا فار واكل نص الشوكولاته كلها. كنت جايب لها ورد احمر، roses are red like my heart. Oh my god. اوه واو. Oh my god, very romantic. لا وبعدين ايه، هم كانوا 24 ورده، 24 ده ورده. كانوا واقفين عليك برقم عشان لا، لا. تعد الورد. لا انا منقي الورد ورده. اوكي، هو الورد جالي وعمر كان معايا يعني. ايوه انا نقيته قبل ما يجي. طب رد على السؤال دايركت. ما انا لسه بقول اهو. عملت ايه في عيد ميلادي؟ جبت لك ورد جاب لك ورد واداكي فلوس من الاخر يعني. صح؟ ورحنا فين؟ ووديتها ورحنا في حته فين؟ طبعا. فين خرجتها، اكلت لها، اكلنا مشويات. اكلت لها لا خلينا اكمل اصلا. اوكي وديتها حجوجه. لا والله. يا ريت. كنا قاعدين في فيو حلو جدا، كلنا مشويات. يعني في سندوتشات مشوي، كانت حاجات مشويه اليجنت، وحلينا تريليتشي. اوكي لا بجد لا. ايه ده مفيش حاجه بتحصل من كده. لا هو بيجمل الكلام. يا عم الاخر كده وديتها كفته وبلبن. كامبين كان عندي كامبين اقعدي كل هتطلع اي حاجه ما اخلص الكامبين. لا والله عشان خرجت. لا وداني كامبين. مش مشويات في كفته، ده مش مشويات. كان ده بيرضيك الساندوتش الفانسي اللي انت اكلته مشويات. بلبن تريليتشي. اشطوطه اكلتها. اصل انا بحب اللبن قوي الصراحه. انا كمان بحب والله. بس فشفت الفرق. اه يس. هو ده الفانسي بتاعه. وده الفانسي بتاعي. بس راجل والله عمل مجهود يعني، عادي كل واحد على قد مجهوده يعني. وانت بتقولي هو بيعمل اكتر، ممكن هو يبقى بيعمل حاجة في ايام مش ما فيهاش مناسبات، بيعمل حاجات اكتر. والله هو يعني كتر خيره، بس هو ده اليوم الوحيد اللي ببقى مستنياه ان هو يحصل فيه اي حاجه عوضها بقى المرة سبيشال. الجاية. لا والله مش قصدي، انا بعمل الحاجه اللي يعني اللي تريحني. بجد حسام فاهمك قوي. لا والله. لا والله. عملتها كامبين. لا يعني انا تقول لي مثلا في عيد ميلادك لو هي كانت خدتني الاماكن دي انا كنت مبسوط جدا. يا سلام. والله. بس مش هتحس انت مميز. لا انا بحب يعني، لا مميز طالما هي معايا. صعب. انا تعبت، انا بناهد. انا مش بدخل كونفرسيشن، لازم يكسب هو. لازم. هو في الاخر في حد هيكسب حد هيخسر. لا هو لازم يكسب في الكونفرسيشن. لا يعني فاهمة؟ ايوه فهمتك صح. لازم هينهي ان هو ما بقول لك he's very smart. ايوه ماشي يا منيري. ماشي يا حبيبي. احنا خلصنا الحلقة وبجد انا ما كنتش عايز هي تخلص، احنا داخلين 3 ساعات لو تعرفوا يعني. فانا مبسوط جدا والله. واحنا مبسوط والله قوي. محبوط مبسوط لو اتعرفت على سلمى اكتر، انا كده عارف وانا منيري. والله جدا والله جدا. وعرفت بقى الجزء بتاع منيري اللي محدش يعرفه. واتمنى الناس تبقى مبسوطة يعني. انا مبسوط صراحه جدا، واتشرفت بيك جدا، وانبسطت في الحلقه قوي. وانا قلت لك كمان. هي كانت تبقى حلوه، بس we did not expect هي تبقى حلوه قوي كده. طب الحمد لله. وعايزين نشكر الناس اللي هتفضل مكملة لغاية الوقت ده كله، عشان الناس دي بتحبكم بجد جدا. اكيد. وانا بحبهم جدا أشكر جدا الناس دي جدا بجد. جدا 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 والله. لذيذ جدا قوي. بعيد عن حسام حبيبي قوي، وبستريح معاه في الكلام، بس لحد ما اعرفوش برضو يعني. انا النهارده اول مره اقعد معاه واتكلم. بالظبط. بجد. وتتكلم بقى الاسئله حلوه يعني، الاسئله بتديك دايركشن كده في اللي انت ما تتوهش، وتعبر عن نفسك انت ومراتك. وحلو ان انا طلعت حاجات من عمر ما كنتش عارفاها.
بس فلا بجد فكرة البرنامج فعلا لذيذ قوي. حسام لذيذ قوي قوي و... والجيم حلوة قوي برضو، صح؟ جيم حلوه والاسئله حلوه، مم. والاسئله ممكن تخلي ناس كتير قوي تريليت بيها. احنا كده خلصنا اول حلقة، واتمنى الحلقة تعجبكم، وما تنسوش بقى السبسكرايب والفولو والشير والحاجات دي. قولولي عايزين مين الحلقة الجاية.